السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب نكون بخير. النهارده ان شاء الله بنكمل مع بعض سلسله 2x ريفيجن، ووصلنا للفيديو رقم 4 في السلسله، واللي بنكمل فيه شرح الاجزاء الاساسيه في شابتر الريبرودكشن. الفيديو اللي فات كنا اشتغلنا فيه مع بعض مراجعه ليسون 1 ليسون 2 نص ليسون 3. كان لسه جزء في الريبرودكشن ان فلاورنج بلانتس، وتحديدا كنا واقفين عند الجزء الاهم وهو جزء الفيرتلايزيشن، وقلنا نأجله لحصة النهارده علشان الحتة دي لازم نبقى مركزين فيها، فخدناها في بداية الفيديو. وطبعا الجزئية الخاصة بالفيرتلايزيشن تعالى بقى نركز عشان أسئلتها كتيرة جدا في الامتحانات، بالإضافة إلى إن فيها كذا جزء اتغير عن السنة اللي فاتت، فطبعا هنشير ليهم دلوقتي واحنا بنراجع مع بعض. هنتكلم دلوقتي عن الفيرتلايزيشن، وخلي بالك ان الفيرتلايزيشن في الفلاورنج بلانتس الجزء بتاعه مختلف تماما عن الفيرتلايزيشن في طبعا نباتات زي الفيرنز او زي اي كائن تاني، لان الفيرتلايزيشن في البلانت بنعتبره ان هو كومبلكس، حاجه معقده شويه، وبنسميه دبل فيرتلايزيشن لانه مش فيرتلايزيشن عادي، لان هنا انت بيكون عندك تو نيوكلاي ان مضطر انك تعمل لهم فيرتلايزيشن او فيوجن. تعال نفتكر مع بعض احنا كنا وصلنا لايه بالظبط لما كنا بنعمل ماتيوريشن للاوفيول. فيا جماعه كان عندنا جوه الامبريو ساك، ما تنساش ان كان في سيلز، في خلايا. نفتكر الخلايا بتاعتنا كانت اسمها ايه؟ يلا نشوف. قلت له كان عندنا هنا في ايج سيل، وكان جنب منها 2 سينرجيز، والثلاثه دول كان اسمهم انتي بودل، وما تنساش اللي في النص دول كان اسمهم تو بولار نيوكلاي. فيا جماعه عندنا حوالين الامبريو ساك ما تنساش ان كانت الاوفيول انتيجولنس كانت عامله كومبليت سراوندنج ما عدا مينيت هول، ما عدا هول صغيره جدا. حضرتك الهول دي كان بيدخل منها مفروض النيوكليوس اللي هتعمل الفيرتلايزيشن. فما تنساش ان الجزء بتاع الميكروبايل ده كان جزء مهم جدا، لان هو اللي هيسمح عندنا بالفيرتلايزيشن. حاليا احنا عايزين بقى نعمل الفيرتلايزيشن هنا. فالفيرتلايزيشن بيحصل عندي في تو ستيبس، في خطوتين. اول خطوه خاصه بالبولينج جرين، وهو ان البولينج جرين بعد ما يحصل لها كابتشر او هتسقط على الاستجما بتاعه الكربون. يعني خلينا نقول هنا نفكرك بالليبلز دي كده استجما وجمعها استجماتا، وهنا كان في ستايل، وطبعا تحت في الاوفري اللي هيكون جوه منه الجزء بتاع الاوفيول. اللي فوق اللي انا رسمها باللون الاورنج دي هي طبعا البولينج جرين. حاليا البولينج جرين بعد ما راجعنا خطوات الماتيوريشن بتاعها الحصه اللي فاتت وازاي بتتكون، كان البولينج جرين من جوه فيها تو نيوكلاي، فاكرهم؟ كان في نيوكليوس اسمها تيوب، والنيوكليوس ثانيه كانت اسمها جينيريتيف. اهم تعالى كده نبص الناحيه دي، كان عندك تو نيوكلاي، في واحده هي اسمها تيوب نيوكليوس والثانيه اسمها جينيريتيف. طب يا مستر هي تيوب نيوكليوس لازمتها ايه؟ قلت له يا اخي ده اسمها تيوب، فطالما تيوب نيوكليوس فاكيد التيوب نيوكليوس دي هتكون مسؤوله عن تكوين تيوب. التيوب اللي انا كونتها هنا دي اكيد اهي، ادي تيوب اسمها بولين تيوب، ودي فعلا اتكونت عندك اهي، ادي البولين تيوب. والبولين تيوب يا اساتذه هتلاقي ان جوه منها بدا يحصل عندي ديفيجن. يعني خلي بالك ادي البولين جرين، اول حاجه ان حصل جوه البولين جرين ان التيوب نيوكليوس اشتغلت، والتيوب نيوكليوس بعد ما عملت ديفيجن بدات تكون بولين تيوب. ده دورها. خلاص كده التيوب نيوكليوس ما عادش ليها لازمه، فبتبدا انها تختفي. مين بقى النيوكليوس الثانيه اللي لسه موجوده؟ الجنريتيف. ذا جنريتيف نيوكليوس هيحصل لها ايه؟ قال لي والله الجنريتيف نيوكليوس هتبدا انها تجيت ديفايد، ولما الجنريتيف تجيت ديفايد هتبدا تدينا تو ميل نيوكلاي. يبقى يا جماعه هنا الجنريتيف هتنقسم وهتبدا تدينا تو ميل نيوكلاي. طبعا هنا في نيوكليوس ان اهي، والنيوكليوس الثانيه هتكون ان. الجنريتيف نيوكليوس بتتقسم ازاي يا مستر؟ طالما هتتقسم هي ان وتدي ان وان، ها قول معايا هتدي ايه؟ انقسام نوع ميتوزس. يبقى يا جماعه دلوقتي اصبح معايا تو مين نيوكلاي، شايف فين؟ اهو.
تو مين نيوكلاي بيعملوا ايه؟ قال لي والله بيمشوا جوه البولين تيوب، وهيفضلوا يمشوا 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 يخترقوا لحد ما يوصلوا للميكروبايل. يعني خلينا نقول دلوقتي ان اللي انا بعملها بالازرق دي هي البولين تيوب، اخترقت بقى الاستجما والستايل، دخلت جوه الاوفري وقعدت تمتد لحد ما وصلت عندي فعلا الى داخل الميكروبايل. وهناك هنلاقي ان في عندنا تو ميل نيوكلاي، والتو ميل نيوكلاي داخلين دلوقتي هنا للاوفيول نفسها، هيعملوا الخطوه الثانيه. لكن كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده كان اول ستيب، وهي البولينج جرين جيرمينيشن. طبعا بولينج جرين جيرمينيشن يعني انبات البولينج جرين. وبقول لك تاني، when the pollen grain fall on the stigma. بص اهو راجع معايا، ادي البولينج جرين نزلت على الاستجما، ايه اللي هيحصل؟ قال لي هتجيرمينيت، هتنبت. ازاي؟ اول خطوه التيوب نيوكليوس اللي هي عندنا كانت ان تعمل وظيفتها. قلت له تيوب نيوكليوس وظيفتها ايه؟ قال لي هتكون بولين تيوب. طب البولين تيوب هتعمل ايه؟ قال لي بتخترق الاستجما وتمتد جوه الستايل لحد ما توصل للميكروبايل بتاع الاوفيول هو في المنطقه دي. ساعتها التيوب نيوكليوس عملت وظيفتها، شكرا، دي جينيريت. لسه عندك ايه؟ لسه عندك جينيريتيف نيوكليوس هتتقسم. فاكر ازاي؟ بالميتوزز هتدينا ايه؟ هتدينا تو مين نيوكلاي. يبقى هنا الجينيريتيف نيوكليوس ديفايد ميتوتيكالي giving two main nuclei. دي الخطوة الأولى. لسه بقى الخطوة الثانية وهي طبعا الأكثر تعقيدا، الدبل فيرتلايزيشن. ليه أكثر تعقيدا؟ مش أكثر تعقيدا عليك وأنت بتذاكر، مش ده القصد. أكثر تعقيدا بالنسبة للبلانت عشان هي مش بس فيوجن لنيوكليوس ونيوكليوس وخلصنا، لا ده فيها خطوتين. يعني الدبل فيرتلايزيشن دلوقتي فيها خطوتين. الخطوة الأولى إن أنا عندي إج. واحد بيقول لي فين الإج دي؟ قلت له يا راجل عيب، الإج أهي. الإج دي عندها نيوكليوس ان، هتنتظر واحده من التو مين نيوكلاي اهي مثلا. يبقى دلوقتي الايج دي هيجي لها ميل نيوكليوس، وطبعا الميل نيوكليوس دي بتكون ان، يندمجوا مع بعض، يحصل ما بينهم فيوجن، والفيوجن سينتج عنه تكوين الزيجوت اللي طبعا هيكون 2n. هل كده خلصت الدبل فيرتلايزيشن؟ قلت له يا ابني بقول لك دبل، يعني لسه خطوه ثانيه. فحاليا واحده من التو مين نيوكلاي هتندمج مع النيوكليوس اللي هنا بتاعت الايج، واصبح ده عندك زيجوت. استنى بقى عشان الزيجوت ده عايزين نغذيه، وعشان نغذيه هنكون تشو اسمه اندوسبيرم. يتكون الاندوسبيرم باستخدام النيوكليوس الثانيه. ايه اللي هيحصل بقى؟ قلت له تعالى نشوف خطوه التريبل فيوجن. في خطوه هنا تريبل فيوجن بطلها التو نيوكلاي اللي في النص دول، التو بولار نيوكلاي. اول خطوه هيعملوها عشان اعمل تريبل فيوجن، التو بولار نيوكلاي ان وان بيندمجوا مع بعض يكون نيوكليوس هتكون 2n. طب وبعد ما هنكون النيوكليوس اللي هتكون 2n دي هيحصل ايه؟ قال لي والله هتيجي الميل نيوكليوس الجديده كمان ان، تقوم مكونه لي اندوسبيرميك نيوكليوس 3n. يبقى حاليا اصبح معايا اندوسبيرميك نيوكليوس 2n. يبقى يا جماعه دلوقتي انا لما عملت الدبل فيرتلايزيشن اصبح معايا حاجتين. اولا معانا زيجوت، وده جه من الخطوه الاولى اللي هو الفيرتلايزيشن بتاعه الايج. ودلوقتي كمان معايا الاندوسبيرم نيوكليوس اللي هي 3n. وماذا بعد؟ قلت له ماذا بعد ان انا هقلب الحاجات دي دلوقتي الى تيشوز، وهبدا بقى ان انا اعمل لك انقسامات. يعني ايه؟ قال لي يعني الزيجوت لازم يعمل بعد الدبل فيرتلايزيشن ميتوزس عشان يتقلب لامبريو جنين، وده زي اي كائن في الدنيا. والاندوسبيرميك نيوكليوس هيتحول الى اندوسبيرميك تيشو. وبص بقى، الاندوسبيرميك تيشو ده بيغذي عندي الجنين، يعني اندوسبيرميك تيشو 3n وعندنا الامبريو طبعا 2n. هتلاقي ان الامبريو محتاج يتغذى، فهيتغذى من الاندوسبيرم. واحد يقول لي طب ما يتغذى الامبريو ده من النيوسيلس؟ قلت له لا، النيوسيلس بيغذي الامبريو ساك، واكيد في الوقت ده كان استهلك معظمه، فهو استهلك. ودلوقتي الامبريو مش هيلاقي ياكل الا من الاندوسبيرم مؤقتا طبعا لحد ما نشوف هيخزن ايه. يبقى يا جماعه حاليا عندنا حصل
خطوتين في الدبل فيرتلايزيشن. الخطوه الاولى ان حصل فيرتلايزيشن للايج، فالميل نيوكليوس اللي هي ان اندمجت مع البولينج رين بتاعت او سوري بتاعت البولينج رين، اندمجت مع الايج سيل اللي في النيوكليوس. دلوقتي دمجت نيوكليوس ان مع نيوكليوس ان ادانا زايجوت. لسه قايلين هيقعد يتقسم كذا مره بالميتوزز عشان يدي امبريو، قسم اهو بالميتوزز ميتوتيكالي. طب الخطوه الثانيه تريبل فيوجن، 3 حاجات بيندمجوا مع بعض، تو بولار نيوكلاي ان وان، وتجي لهم كمان عندك من نيوكليوس ثالثه ان، عشان كده تريبل. فبيقول لك ان السكند من نيوكليوس هتروح تندمج مع التو نيوكلاي اللي هم عملوا فيوجن مع بعض في الامبريو ساك اهو، التو بولار نيوكلاي ان وان اندمجوا ادانا 2 ان، جالهم كمان المين نيوكليوس الثانيه فبقوا 3 ان، ادونا ترايبلويد اندوسبرميك نيوكليوس. وخلي بالك ان الترايبلويد اندوسبرميك نيوكليوس دي هتقعد تعمل انقسامات ميتوتيكالي وتكون اندوسبرميك تيشو زي ما احنا لسه قايلين، وده وظيفته ايه؟ بيسبلاي الامبريوز فود. يبقى خلي بالك كده ان النيوسيلس بيغذي مين؟ بيغذي الامبريو ساك. اما يا جماعه عندنا الاندوسبرم بيغذي الامبريو كاندوسبرميك تيشو. فحاليا عرفنا ان في اندوسبرم. مصير الاندوسبرم ايه؟ قال لي والله بص كده الاندوسبرم مي ريمين، ممكن يبقى بره الامبريو. طب يا مستر الاحتمال الثاني؟ قلت له مي كونسيومد، ممكن يستهلك. وتعالى بقى نشوف الحاجات اللي انت كنت بتخاف منها اهو. قلت له هو لو الامبريو ريمين، لو فضل، عارف ده كان اسمه ايه؟ لو الامبريو فضل قاعد عندنا هيكون سيد كنا بنقول عليها اندوسبرميك سيد. والكلام ده بيحصل فين؟ قلت له في جنين المونو كوتيليدونز. يبقى المونو هتلاقي ان هو عنده جزء من الاندوسبرم. اما اذا تم استهلاكه فده الجنين المفجوع. فاكر الجنين المفجوع كان دايكوتيليدون، فهنا هقول لك ان ده هيبقى اسمه اكس اندوسبرم سيد، يعني سيد ليس لديها اندوسبرم، اكس اندوسبرم، لانه ممكن يخلص. والكلام ده بيحصل في الداي كوتيليدون. طبعا لسه في استثناءات، لكن انا بكلمك في الطبيعي ان يا جماعه اذا تم استهلاك الاندوسبرم فالعادي والطبيعي ان ده هيكون اكس اندوسبرميك سيد وده دايكوتيليدون. اما يا شباب عندنا الاندوسبرميك سيد ده معناه انه مونوكوتيليدون، وده معناه انه لسه محتفظ عندي بالاندوسبرم. بص معايا هنا كده في اللي بيحصل دول كده، هنا ده بيفور فيرتلايزيشن، لسه ما حصلش عندنا اي فيرتلايزيشن في الموضوع. ليه؟ قلت له لسه عندك التومين نيوكلاي هنا اهو، ولسه عندك ده كده هيكون ايج، ولسه الاثنين امبريو ساك او البولار نيوكلاي موجودين. لكن بعد كده بص بقى لما يرسم لي هنا خليه واحده او سوري نيوكليوس واحده، ده معناه ان ده بقى اندوسبرميك نيوكليوس 3 ان. يعني يا جماعه حصل اكيد هنا تريبل فيوجن. يبقى هنا الاندوسبرميك نيوكليوس دي resulted from تريبل فيوجن. عارف ساعات بيجيبها لك فاضيه، عارف لو جاب لي دي فاضيه ما فيش اي حاجه جوه، ده معناه ان الاندوسبرميك نيوكليوس تحول الى اندوسبرميك تيشو. طيب هنا في النص قلت له في زايجوت، الزايجوت ده انت عارف انه 2 ان، طالما هنا في اندوسبرميك نيوكليوس يبقى حصل برضو fertilization للايج سيل، يبقى ده resulted from egg cell fertilization. يبقى يا شباب نخلي بالنا من الموضوع ده كويس. لو جاب لي دي فاضيه، خلي بالك لو جاب لي دي فاضيه يبقى انا عندي ساعتها اندوسبرميك تيشو، وساعتها ما اسموش زايجوت بقى، هيبقى ساعتها اسمه ايه؟ امبريو. اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره. يعني لو من جوه جايب لي المنظر كده ودي فاضيه، اللي جوه ده هيبقى ايه؟ اندوسبرم تيشو، خلاص بقى نسيج، وساعتها ده هسميه امبريو. طبعا هتلاقي برضو حجمه كبر شويه، وممكن يكون كمان الخلايا اللي حوالين منه اختفت، اللي هي السينرجيد والانتي بودر، فانت عارف مصيرها. يبقى كده في فرق بين تعريف الدبل فيرتلايزيشن والتريبل فيوجن، وعندك المعادلات اهي اللي طبعا بتختصر اللي حصل والاحداث. وتعالى بقى نروح لجزء مهم وهو تكوين الفروت والسيد. منين هيجي الفروت ومنين هيجي السيد؟ قلت له تعالى نراجع مع بعض اجزاء الفلاور حصل لها ايه. يعني دلوقتي بعد الفيرتلايزيشن، معلش انا مش عايز الكالكس، مش عايز الكورولا، كل ده ما عادش لازمه خلاص. الكالكس كان بيحمي عشان اعمل بروتكشن، والكورولا كانت ملونه عشان خاطر
ان انا اقدر اجذب لك الحشرات. قلت له انا خلاص عملت بولينيشن وفيرتلايزيشن كمان، فالكاليكس والكورولا هيختفوا، والستيمن او الفيلامنتس والحاجات دي كلها بتختفي لان خلاص عملت بولينيشن. حتى الاجزاء بتاعه الكاربل نفسها، الاستجما والستايل، كل دول ديجنريت. الحاجه الوحيده اللي هتتبقى، مين الحاجه الوحيده اللي بتتبقى عندك؟ قلت له والله الاوفري. فالاوفري بيتبقى ويكبر. ما تنساش هنا بقى دور الاي اي اي، الاندول اسيتيك اسيد، في انه هيكبر حجم الفروت. ما تنساش ان الاي اي اي لو نشط بس من غير فيرتلايزيشن، يبقى عملنا بولينيشن من غير فيرتلايزيشن كان بيكون لك سيدلس فروت. انما هنا لا، انا جاي اكلمك النهارده اصلا عن الفيرتلايزيشن. فطالما في فيرتلايزيشن لسه ايه؟ قلت له يا باشا الامبريو اللي انت كونته ده هيبقى موجود جوه سيد، فهنا هيبقى فيه بذور لان حصل فيرتلايزيشن. لكن الطبيعي ان دلوقتي عندي كل دول بيختفوا، كاليكس، كورولا، اندروسيا، كل الحاجات دي كل دول فول اوت، يعني ويلت، يتبلوا فول اوت. اللي بيتبقى بس الاوفري عشان لسه هيتقلب لفروت. ايه اللي هيحصل؟ قلت له الاوفري بيخزن اكل، ده بفعل مين؟ الاي اي قلت لك، وهيكبر في الحجم، رايبنس، ينضج ويتحول الى فروت، وده بفعل الاوكسين الاي اي اي. طيب يا مستر، بالنسبه بقى للاوفري وول، يعني احنا عندنا هنا الاوفري ليه وول. طب دلوقتي قلنا ان كل اللي فوق ده هيختفي، يعني ده اختفى، اتبقى عندك الاوفري. قلت له الاوفري ده عنده بره وول. اذا كانت الاوفري اتقلبت لفروت، اللي بره ده بقى ده كان اسمه الاوفري وول. الاوفري وول سيصبح هو الفروت انفلوب، غلاف الثمره، او ما يقال عنه بالبريكارب. يبقى يا جماعه هنا ده الغلاف بتاع الثمره بره. يبقى خلي بالك ان الاوفري وول هيتحول عندي الى بيريكارب او فروت انفلوب. لكن ما ننساش ان في بعض الاحيان بيكون في عندي اكسبشنز، استثناءات حضرتك، وهو في التفاح مثلا كان ايه اللي بيحصل في الابل؟ استثناء بس ان كان في جزء تاني غير الاوفري هو اللي بيكبر حجما. فعلى سبيل المثال الريسبتاكل ده هو اللي هيكبر وهيخزن جوه منه الفود، بس دي مش ترو فروت، دي ساعتها اسمها فولس فروت. فدي ثمره اسمها فولس فروت. ده استثناء مش الطبيعي. الطبيعي ان الفروت الترو جايه من الاوفري، لكن اي جزء في الفلاور تانية هيكبر ويتعمل هو الايديبل بارت، يبقى ده اسمه ساعتها فولس فروت. طبعا كلمه ايديبل بارت معناه الجزء الذي يؤكل، الجزء اللي هناكله. طيب ده كده بالنسبه للاوفري. طب بالنسبه بقى للي جوه الاوفري، قلت له جوه الاوفري في ايه؟ قال لي في اوفيول. والاوفيول لو عملنا لها فيرتلايزيشن حضرتك الاوفيول هتتحول الى سيد. والاوفيول كان بره عندها وول او انتيجيومنتس. الاوفيول وول او الاوفيول انتيجيومنتس اللي هي جدار الاوفيول او الاغلفه بتاعته ستتحول الى السيد كوت. يبقى يا جماعه عندي كالكس، كورولا، ستيمن، حتى الاستجما والستايل، كل دول ويلت اند داي، ويلت اند فول اوت، مش عايزينهم اصلا. اللي هيتبقى عندك مين؟ قلت له اللي هيتبقى عندي الكاربل حضرتك، سوري، الجزء بتاع الاوفري. الاوفري هيخزن اكل، يكبر بقى فروت، جوه منه هتلاقي فيه اوفيول. الاوفيول هتتحول عندي الى سيد. طب الاوفري من بره كان عنده وول، الاوفري من بره عنده وول، تحول الى فروت انفلوب او البريكارب. اما دلوقتي السيد هي كمان كان عندها انتجمنت، فتبقى طبعا السيد كوت اللي هي كان اصلها الاوفيول انتجمنت. فخلي بالك هنا ان الاوفيول وول سيصبح عندي هو السيد كوت. وزي ما قلت لك الاندوسبير ممكن يفضل وممكن يخلص، وده اللي خلانا يبقى عندنا نوعين من السيدز. في يا جماعه عندنا اندوسبيرميك سيدز، ودي بيتقال عليها جرينز اللي هي الحبوب، والكلام ده في المونوكوتيليدون. اما الاكس اندوسبيرميك سيد فده هيبقى طبعا عندنا دايكوتيليدون. بص انا بقول لك ايه؟ بقول لك هنا ان الامبريو ما بيتغذاش على كل الاندوسبيرم اثناء تكوينه فيبقى مونو. اما الدايكوتيليدون او الاكس اندوسبيرم بيخلص كله وما بيكفيهوش كوتيليدون واحده، ده بيجيب كوتيليدون كمان يخزن جواها، وبيبقى مخزن اكل كتير جوه. والكلام ده هو زي البين البسله. طيب عندك هنا خلي بالك بقى ان الانتجمنت يا جماعه ممكن تفيوز. ركز في الحته دي، فيها حاجه جديده السنه دي عن كل سنه. الانتجمنت يا شباب لو عملت فيوز مع بعض، قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني احنا كنا كل السنين اللي فاتت كنا بنقول ان كده في المونوكوتيليدون الاوفيول وول والاوفري وول فيوز وبيعملوا الجرين وبيبقى سنجل سيد زي الميز وزي الويت.
اللي اتضاف بقى جديد اهو، ان يا جماعه الفيوجن وارد ما يحصلش. ممكن الاوفيول والاوفري احتمال ما يكونوش عندنا ملتحمين مع بعض، وده موجود في الديت. اذا الديت ده اكس اندوسبيرميك ولا اندوسبيرميك؟ قلت له لا هو اندوسبيرميك، محتفظ عندي بجزء من الاندوسبيرم. مونوكوتيليدون قلت له ماشي، ولكن الاوفيول وول والاوفري وول مش ملتحمين مع بعض، فانا ممكن عادي افصل القشره عن الثمره نفسها. بص كده، مين التستا؟ التستا يا جماعه دي عباره عن ايه؟ تستا يا شباب هي عباره عن السيد كوت في حاله تصلبه، يعني لو السيد كوت جيت هاردن بيكون عندنا حاجه اسمها تستا. طبعا عندك الصور اهو، خلي بالك ده دايكوتيليدون، فالقطين اهم عنده تيستا، قلت له تمام. هتلاقي عندنا برضو هنا المونوكوتيليدون اللي قدامك ده جرين، وطالما جرين يبقى انا هنا ما اقصدش اكيد الديت، ما اقصدش البلح. بعد كده عايزين نعرف ايه مصير البلانت. قلت له بص، البلانت ليه اكتر من نوع. في نباتات موسميه، يعني انيوال بلانت، هي بتطلع موسم واحد بس كذا شهر تكون الفروت، وبعد كده هتلاقي انها خلاص النبات نفسه بيموت. فساعه تكوين الثمار تم استهلاك كل الاوكسيدز وكل النيوترونز، فمصير النبات انه هيموت. وده بيحصل مثلا في القمح، في الذره، في القطن، الحاجات اللي نعرفها دي. اما في بقى نباتات بتبقى بيرينيال. البيرينيال بلانت هي النباتات المعمره لايك التريز، زي اشجار الفروت اللي هو بقى الكبيره اللي بناكلها، زي مثلا اشجار المانجا، البرتقال، الحاجات دي. فطبعا دي مستحيل تخلص مني، دي بتطلع الثمار وترجع تاني الموسم اللي بعده تطلع. هي بس ساعه تكوين الثمار بيحصل شكل تمبوري كده، يعني بشكل مؤقت انها تبطل جروس، لكن بعد كده بتكمل عادي. يبقى يا جماعه في عندنا نباتات انيوال، نباتات موسميه. هذه النباتات وقت تكوين الثمار بيتم استهلاك كل الاوكسيدز وكل البلانت نيوترينز consumed during the formation of the fruit, so the plant die. نبات ضار. اما في نباتات ثانيه زي our perennial trees، اشجار معمره، بيحصل بس ساعه التكوين بتاع الثمار فروتس، يعني temporarily stopping growth، يعني بشكل مؤقت هنوقف الجروث. لا ده في الوقت ده هتلاقي ان احنا بندي نيوترينز للفروت، لكن النبات ما ماتش، النبات لسه مكمل، وبالتالي هيكمل فيما بعد نموه لما بس يخلص عندنا طبعا التكوين بتاع الثمار. اخيرا بقى في جزء البلانت كان عندنا حاجه اسمها بارثينوكاربي. والبارثينوكاربي يا جماعه هي كانت عباره عن تكوين لثمار، بس هذه الثمار ما عندهاش سيدز، هاز نو سيدز. ليه؟ قال لي والله بسبب عدم حدوث الفرتلايزيشن. يبقى يا جماعه البارثينوكاربي ده عباره عن ديفلوبمنت اوف فروتس، تكوين ثمار ولكن من غير سيدز. ليه؟ عملت بولينيشن بس ما عملتش فرتلايزيشن، لسه قايلينها. الكلام ده بيحصل بشكل طبيعي في البنانا والباينابل من عند ربنا كده، هم ما عندهمش سيدز. الانسان عجبه الموضوع وبدا يفكر في ان هو يعمل الموضوع كمان ارتفيشال، زي ما انت شايف كده عملوا في البطيخ. طب عملوا ازاي؟ قال لي والله عندنا طريقتين. اول طريقه ان احنا بنرش الاندول اسيتيك اسيد او النفسو الاسيتيك اسيد اللي هو الاوكسيد، او الطريقه الثانيه ان احنا يا جماعه بنجيب البولينج جرين وبنطحنها ونعمل منها بودر، ونبدا نحطها في سائل اسمه ايثر. يبقى انا بحضر سوليوشن، بجيب بولينج جرين اطحنها واحطها في سائل اسمه ايثر، يبقى هنا ايثر بلس بولينج جرين باودر. اللي انا عملته ده اسمه بولينج جرين اكستراكت، اللي انا عملته ده هو مستخلص بولين جرين. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ قال لي والله هبدا ان انا اجيب البولين جرين اكستراكت ده وارش بيه على الستيجما بتاعه الفلاور، هتبص تلاقي ان بدا الاوفر يكبر حجما ويتضخم، بس ما حصلش فرتلايزيشن فما فيش فروت. ده كده تكوين فروت زود سيدز اسمه بارسينوكاربي. وبقى ابوس ايدك فرق ما بين البارسينوكاربي والفولس فروت. يا بابا هنا الثمار اللي طالعه في البارسينوكاربي هي ثمار ترو عادي، لانها جايه من اوفري، الاوفري كبر وبقى ثمره، وكل ما فيها انه ما عندوش سيد. طب بالنسبه للثمره الفولس عندها سيد عادي، لان الفولس فروت عادي جدا بيحصل فيرتلايزيشن، بس كان جزء غير الاوفري هو اللي بيكبر. ففرق ما بين الفولس فروت
وما بين البارسينوكاربي. وتاني بقول لك الفولس فروت مش هي البارسينوكاربي، دي حاجه ودي حاجه. فالفولس فروت ثمره طالعه من اي جزء غير الاوفري بس عندها سيدز. اما في البارسينوكاربي فحضرتك هنا هتلاقي ان الاوفري بيتحول لفروت عادي بس ما عندوش سيدز. اتمنى نكون استفدنا من جزء البلانت ده لانه جزء مهم وانا حبيت ابدا بيه الاول، وهندخل بقى بعد كده على جزء الهيومن. هنكمل مع بعض دلوقتي بقى جزء الريبرودكشن في الهيومن. ركز بقى معايا وتعالى نشوف اول جزئيه عندنا كانترودكشن كانت بتتكلم في ايه. بيفكرك هنا ان الهيومن كان بيلونج تو مامل، وطبعا طالما مامل فهم اكيد عندهم internal fertilization plus internal embryonic development. وده يا جماعه في حد ذاته بيخلي الاوفا، بيخلي البويضات have small size، عندها حجم صغير وما بتكونش مخزنه كميه كبيره من اليوك. الاوفا عندها small size وهتلاقي ان هي عندها little يوك، هتلاقي ان فيها يوك بيكون قليل. يبقى يا جماعه الاوفا حجمها صغير، هتلاقي اليوك فيها قليل. كان يعني ايه يوك يا مستر؟ يوك كان يعني ستورد فود، غذاء مختزن. طب ليه؟ قلت له مش محتاجه، طالما كده كده عندها internal embryonic development، طالما كده الماملز او الهيومن عنده internal embryonic development، ده بيخلي ان الامبريو يحصل على الفود جوه اليوترس. فخلي بالك ان الامبريو بيحصل على الغذاء وهو قاعد جوه اليوترس. فنخلي بالنا هنا ان الايج صغيره وعندها كميه قليله جدا من اليوك، غالبا ممكن يكون عندها ما عندهاش. هتلاقي ده كله علشان اليونج بيعتمد على المذر في انه ياخد الاكل بتاعه وهو قاعد جوه اليوترس. دي حاجه. الحاجه الثانيه من ضمن البروبرتيز بتاعه الماملز والانسان بالتحديد انه بينتج عدد قليل من الاوف سبرينج. يعني هتلاقي هنا ان اليونج بيكون قليل، وانت شايف في الانسان تلاقي متوسط الاسره عندها طفلين 3 في الوقت الحالي، لان دلوقتي المفروض كل اسره بتوفر للاوف سبرينج او اليونجز بتاعتها بارنتال كير، رعايه ابويه، من بقى تعليم ومن اكل ولبس وشرب وصحه وهكذا. فعشان يقدر ان هو يوفر ليهم هاي ديجري من الكير كان لازم ان يكون عندنا طبعا العدد بتاع الاوف سبرينج او اليونج يكون قليل. نبدا بقى ندخل على الميل جينيتال سيستم. اولا لازم تكون مذاكر ومتذكر كويس جدا كل جزء من اجزاء الميل جينيتال سيستم اسمه ايه. كان عندنا تو فيوز، كان في لاترال فيو ده مظهر جانبي وفي فرونتال فيو. بالنسبه لنا اللي بيوضح لنا اكتر التفاصيل كان عندنا هو اللاترال فيو. فيا جماعه كان عندنا في تو تستس، طبعا تستس واحده بتكون بالاي، تستس لو نتكلم على الاثنين بتكون بالاي. فخلي بالك تستس عشان احيانا بتفرق في حل للسؤال اذا كان بيتكلم عن تستس واحده ولا بيتكلم عن الاثنين. فلو تستس واحده بالاي دي مفرد، اما لو تستس جمع هتكون عندك بالاي. فخلي بالك ان التستس الواحده هتكون بالاي. ماشي. ايه كمان؟ قال لي هنجد ان التستس بعد ما بتطلع السبيرمز بتبدا تخزنهم جوه الابيديديموس، والابيديديموس ده كان عباره عن مجموعه انابيب ملتفه وملتويه بتكون موجوده عند التستس اهي. ولما تحب التستس او لما يحب يعني الابيديديموس يحرك السبيرمز، قال لي كانت بتمشي في الفاس ديفرنس. حضرتك عندنا هنا كده ده هو مسار حركه السبيرمز وده كان اسمه الفاس ديفرنس. بس خلي بالك ان الفاس ديفرنس ده طويل، بيمتد زي ما انت شايف كده ويوصل لقرب اليورينري بلادر، وهناك هتلاقي ان هو بدا يصب جوه اليوريثرا. فاليوريثرا قناه مجرى البول. طب يا مستر هي التستس فين؟ احنا عارفين ان التستس اوتسايد ذا بودي. فين بالظبط؟ قال لي كانت جوه السكروتال ساك. ليه؟ عشان التمبريتشر درجه الحراره تكون مناسبه لتكوين السبيرمز. فاحنا عارفين ان السبيرمز اوبتيمال ديجري عشان تتكون ما بين 34 الى 35 ديجري، ده الاوبتيمال تمبريتشر فور سبرماتوجينيسيس، درجتين او 3 تحت درجه الحراره الطبيعيه للجسم. يبقى يا جماعه هنا كان عندنا التمبريتشر المناسبه ما بين 34 ل 33، عشان كده التستس بتبقى موجوده بره الجسم جوه السكروتال ساك. عندنا مجموعه من الجلاندز، مجموعه من الغدد زي كوبرز جلاند، وانت عارف ان كوبرز دي مهمه لانها بتفرز الكلاين فلويد يعادل حمضيه اليورين عشان السبيرمز ما تموتش. وعندك كمان في سيمينال فيزيكل، والسيمينال فيزيكل مهمه علشان تنتج الفراكتوز او تفرز الفراكتوز اللي بيغذي السبيرمز. في كان غده صغيره
او في كمان اسف غده البروستات جلاند، غده اكبر من كوبر غده صغيره، بروستات جلاند غده كبيره، هتجد ان البروستات جلاند بتفرز الكالاين فلويد اكتر. فيا جماعه ده كان عندنا الاكسسوري اورجان. طيب كل الحاجات الباقيه بقى هتلاقي عندك ان في معظمهم لا ينتمي لليورينري سيستم. يعني عندك اخر حاجه بالنسبه اسف ليه الحاجات الباقيه هتلاقي ان معظمها لا ينتمي الى الجينيتال سيستم. لكن البينس هتلاقي ان البينس هنا هو الجزء الوحيد اللي بينتمي الى الجزء بتاع الجينيتال سيستم من الباقيين، فالبينس ده بيعدي جوه منه اليوريثرا. ايه بقى الحاجات اللي مش هتبقى تبع، نغير لك لونها اهي، ايه الحاجات بقى اللي مش هتكون عندنا تابعه للجينيتال سيستم؟ قلت له يعني عندك ريكتوم ده كان المستقيم اللي بيتصل بالانس بعد كده عشان يخرج الستول البراز بره. وطبعا عندك هنا فيرتبرال كولم، فالفقرات بتكون موجوده في الجزء ده، فقرات اللي بتتصل طبعا عندك بجزء الايه البلفس. عندي كمان في يوريتر، اكيد اليوريتر ده تبع اليورينري سيستم، ده اللي كان بينقل اكيد اليورين لليورينري بلادر، وادي اليورينري بلادر تابعه لليورينري سيستم. طيب عندك كمان البيوبيك بون، العظمه بتاعت البيوبس، ودي يا شباب هتلاقي ان هي بتنتمي اكيد الى البلفس، وتحديدا تنتمي للسكيليتال سيستم. فده كده عندنا هنا لاترال فيو. وخلي بالك من شويه حاجات، وهي هنجد ان التستس موجود منها 2 وده ظهر في الفرونتال فيو، التستس موجوده منها ثنائيات، اكيد الابيديدمس موجود منه 2، البينس 1 بس، البروستيت جلاند 1 بس. بص كده مكتوب لك اهو ان مفيش غير 1 بروستيت جلاند. اما السيمينال فيزيكل هتلاقي في منها 2. طب كوبر في منها 2. يعني يا مستر لو جه سالني قال لي في كام اكسسوري جلاند، هقول له عدد الاكسسوري جلاندز كانوا 5. 5 اكسسوري جلاندز، 5 اكسسوري. اللي هم مين بقى ال5 الاكسسوري؟ قلت له والله عندنا 2 سيمينال فيزيكال، وعندنا كمان في 2 كوبرز جلاند، وعندنا كمان 1 بروستيت جلاند. اذا يا جماعه عندنا التوتال 5 اكسسوري جلاند. خلي بالك وي هاف 5 اكسسوري جلاند زي ما انت شايف. طيب في بقى باقي كمان عندنا 2. قلت له والله يعني بالنسبه للي يخص الجينيتال سيستم في بينس 1، في بروستيت جلاند 1. طبعا فاس ديفرنس موجود منه 2. طبعا يورينري بلادر كده كده مش هتكون تبع اصلا اليورينري سيستم، سوري تبع الجينيتال سيستم، واليوريتر كمان مش هيكون تبع الجينيتال سيستم، فدول تبع اليورينري سيستم. عندك برضو اليوريثرا، واليوريثرا هنا ليها دور مشترك في خروج كل من اليورين وكذلك السيمن. خلي بالك ان اليوريثرا عندها 2 رولز اللي هم ايه؟ قال لي والله بتبدا ان هي تنتج اليورين او ريليز اليورين، بلاش بروديوس، هتلاقي ان هي ريليز اليورين اوتسايد ذا بودي. وكمان يا جماعه هنلاقي ان هي بتريليز السيمن، بس خلي بالك كل واحد فيهم هيطلع بشكل سيباريتلي، كل واحد فيهم بيطلع بشكل منفصل. فبالنسبه لنا كده دي اجزاء الجينيتال سيستم والكل ليبل عندي، فخلي بالك من الليبلز لازم تكون حافظها كويس. تعال بقى نبص للفانكشنز والوظائف بتاعه الميل جينيتال سيستم. قلت له والله احنا عندنا الميل جينيتال سيستم هنجد انه بينتج سبيرمز، ده اكيد. ده غير كمان قدرته على انتاج الهرمونات، تحديدا مين؟ قال لي الانترستيشيال سيلز. فاكر انت الانترستيشيال سيلز اللي كانت بتتكون بسبب ال اتش بتاع البيتيوتري جلاند؟ قلت له اه. قال لي ال اتش كان بيسمح بتكوين الانترستيشيال سيلز اللي هتسكريت بعد كده الميل سكس هرمون زي التستوستيرون. والتستوستيرون يا جماعه لما هيطلع هيبقى مسؤول عن ظهور السكندري سكس كاركتر زي ساعه البيوبرتي، زي خشونه الصوت، وزي عندك قوه العضلات، وكذلك الفيشيال هير اللي هو زي البيرد والمستاش الدقن والشنب وهكذا. فنخلي بالنا ان التستس طبعا من الحاجات المهمه علشان هي اللي بتنتج اصلا الاثنين، سواء انتاجها عندنا للسبيرمز او حتى الانترستيشيال سيلز. طبعا بيكرر عندك اهو المكونات بتاعت الجينيتال سيستم: 2 تستس، 2 ابيديدمس، 2 فاس ديفرنس، عدد الجينيتال اكسسوري جلاند 5 وزعناهم، وبينس 1 بس.
تعال نشوف التو تيستس مكانهم فين. قلنا والله ان هم موجودين بره الجسم في السكروتال ساك، وده اوتسايد بادي بتوين ثايز، ما بين الفخذين. ايه اللي مطلعهم بره؟ قلت له والله لو فضلوا موجودين جوه الجسم بتاع الانسان هتجد ان درجه الحراره هتكون غير مناسبه للسبرماتوجينسيس، فلازم يا جماعه يخرجوا بره، لان في الخارج هنجد ان التمبريتشر هتكون كولر ذان ذا بادي تمبريتشر. خارج الجسم هتلاقي درجة الحرارة بتكون يعني فيها برودة أكتر، وده بيناسب السبرماتوجينيسيس، ده بيناسب موضوع السبرماتوجينيسيس. خلي بالك رسمنا قبل كده العلاقة ما بين التمبريتشر ومعدل السبرماتوجينيسيس. ستجد إن درجة الحرارة المناسبة تبقى في حدود 34. بعد ال 34 هتجد ان الحراره هتكون غير مناسبه، فخلي بالك ده هنا درجه الحراره والجراف اللي بيعبر عن العلاقه ما بين البادي تمبريتشر والسبرماتوجينيسيس، معدل تكوين السبرمز. طيب احب اقول لك ان في بدايه تكوين التستس للجنين، الجنين بيكون التستس انسايد اتس بادي. يعني دلوقتي لما نكون مثلا الجنين هيبدا يكون التستس وليكن في الشهور الاولى خالص، في اول مرحله من مراحل الحمل، لو احنا بنتكلم في الشهر الثالث الرابع الخامس، التستس بتكون لسه موجوده انسايد ذا بادي اوف ذا امبريو. تحديدا فين؟ قال لي والله بتكون موجوده جوه الابدومينال كافيتي، لكن في الاشهر الاخيره شهر السابع الثامن التاسع هنجد ان التستس لازم تطلع بره، فالتستس موف اوت، تطلع بره الابدومينال كافيتي وتروح للسكروتم. في بعض العيوب الخلقيه والمشاكل ان التستس بتفشل في النزول الى السكروتم، لو ده حصل فالسبرماتوجينسيس مش هيحصل، وده يا جماعه هيبقى عندي مسبب للانفرتيليتي. في بعض الاطفال بتتولد كده، قلت له احتمال بعض الميل امبريوز ممكن يتولد وعنده التستس موجوده جوه الابدومينال كافيتي، طب ساعتها مشكله طبعا لانه هيبقى انفرتايل، ولكن في الوقت الحالي في جراحات بتتعمل عادي ويطلعوا له التستس بره، فحاليا بدا الموضوع يتحل، بس القصه ان هو يتلحق من وهو صغير، فنبدا ان احنا نخرج له التستس بره ومع الوقت هيرجع طبيعي. لكن عموما اذا ظلت التستس جوه الهيومن بودي هتجد ان في انفيرتيليتي لان درجه الحراره غير مناسبه. طبعا لسه قايلين وظائف التستس تكون سبيرمز وتكون التستوستيرون، ولكن تعال نشوف بقى الابيديدمس. والابيديدمس ده عباره عن مجموعه من كوميوليتد او كونفوليوتد، مجموعه من الانابيب الملتفه اللي خارجه من التستس، وتبدا ان هي زي ما انت شايف تكون عندي ستراكشرز كتير اهي عشان تخزن السبيرمز جواها. يبقى يا جماعه الابيديدمس وظيفته ايه؟ قال لي والله بيستور السبيرمز. طب بالنسبه للفاس ديفرنس وظيفته ايه؟ قلت له لا، الفاس ديفرنس ده هو عباره عن تيوب او كانال بتاخد السبيرمز، بتاخد حضرتك الحيوانات المنويه، تبدا ان هي تتحرك بيها من داخل التستس وتخرج بيها بره توديها الى اليوريثرا. يبقى يا باشا التو فاس ديفرنس هتلاقي ان هو بينقل السبيرمز من الابيديدمس تو يوريثرا. يبقى يا شباب الفاس ديفرنس لان هو بينقل السبيرمز من الابيديدمس الى اليوريثرا، وطبعا هناك اليوريثرا مفروض انها تخرج السبيرمز بره. تعال نفتكر مع بعض اهميه الجينيتال اكسسوري جلاند. قال لي والله هو بالنسبه للسيمينال فيزيكل هتلاقيها موجود فوق البروستيت على طول، ده مكانها. طب بتفرز ايه السيمينال فيزيكل؟ الكالاين فلويد، ماشي زي اخواتها الباقيين، لكن اهم شيء السيمينال فيزيكل تفرز فراكتوز. ليه؟ عشان يغذي السبيرمز بره التستس. امال يا مستر مين اللي بيغذي السبيرمز جوه التستس؟ فاكر؟ سيرتولي سيلز. انما دلوقتي بقول لك اللي هيغذي السبيرمز اوتسايد تستس بره التستس هيكون عندي السيمينال فيزيكل زي ما انت شايف. هيتغذى ايه؟ قلت له بيتغذى فركتوز. طب اشمعنى فركتوز؟ قلت له والله كان بيتغذى فركتوز علشان because it doesn't need، لا يحتاج هرمونز، ما بيكونش محتاج هرمونات to enter the cell. انما الجلوكوز كان محتاج انسولين يخليه يعبر ويعدي عندي جوه طبعا الخلايا، انما الجلوكوز محتاج انسولين، فركتوز مش محتاج حاجه.
فنخلي بالنا ده كده بالنسبه للفانكشن بتاع السيمينال فيزيكال. طب وات اباوت ذا بروستيت جلاند؟ قلت له الاثنين بيفرزوا الكالاين فلويد، واهمهم البروستيت جلاند. تفرز الكالاين فلويد ليه؟ عشان يعادل الحمضيه. حمضيه ايه؟ قلت له السبيرمز مضطره انها تعدي جوه اليوريثرا، واليوريثرا اصلا اسمها بالعربي قناه مجرى البول، فبيكون معدي فيها اليورين، واليورين مليان اسيدز، بيكون اسيدك. اذا مر عندي اسيدز او اذا تواجد عندي اسيدز موجوده بنسبه كبيره جوه اليوريثرا والسبيرمز عدت فيها، هتجد ان السبيرمز ويل بي كيلد، فالسبيرمز ستقتل. طب ولو السبيرمز تقتل قال لي كده هيبقى انفيرتيليتي. ولذلك البروستيت جلاند اهم حاجه تبدا ان هي تفرز الكالاين فلويد عشان يبقى موجود ضمن السيمن، فيبدا ان هو طبعا يعمل على نيوتراليزيشن اليوريثرا فالسبيرمز ما تتقتلش. احب اقول لك هنا حاجه، ان السيمن مكوناته ايه؟ السائل المنوي، قلت له سبيرمز، تستس مطلعاها، ولكنها عايزه تتغذى ايه؟ فراكتوز. عايزه حد يظبط لها البي اتش، قلت له الكالاين فلويد. يبقى خلي بالك ان قصه ان السبيرم يعدي في بي اتش 3 و4 والكلام ده مش هيناسبه، فالسبيرم هيتقتل. حاجه كمان، ساعات بعض الرجاله بيحصل لها مشاكل في البروستيت جلاند، فبيحدث ازاله للبروستيت جلاند. طب يا مستر اذا تم ازاله البروستيت جلاند هيبقى طبعا انفيرتيليتي. ليه؟ السبيرمز بتنتج but it will be killed، هتنتج السبيرمز ولكنها ستقتل. واحب اعرفك حاجه كمان، قلت له خير. قال لي لو احنا بنتكلم يا جماعه عن السبيرمز، لو احنا بنتكلم عن الحيوانات المنويه، فبقول لك ان البي اتش المناسبه بتاعتها تبقى 7 وربما اكتر، انما هتوديني بقى لسبعه وثمانيه سوري لخمسه وسته واربعه والكلام ده مش هيناسبها ابدا. فنخلي بالنا ان ازاله البروستات جلاند تبقى مشكله. طب هو ممكن البروستات جلاند تتشال ليه؟ قال لي بسبب تضخمها، تحصل عند بعض الرجاله خصوصا كبار السن مع كثره افراز التستوستيرون. لان يا جماعه قلنا قبل كده ان التستوستيرون ده بيعمل على الجروس بتاع البروستات جلاند، فلما التستوستيرون يقعد يفرز كتير وبقاله سنين تلاقي البروستات جلاند تضخمت، بقت ضخمه، بدات تضغط على اليورينري بلادر وبدات تعمل مشكله في اليورين ريتنشن، تحتبس اليورين جوه واليورين ما يخرجش، وساعتها الغالب طبعا بيبدا يشيل البروستات جلاند علشان اليورين يرجع يخرج تاني زي ما هو. بس خلي بالك الموضوع ده بيعمل طبعا عندي انفيرتيليتي. بالنسبه بقى للبينس، فوالله البينس ده عباره عن سبونجي اورجان، عباره عن عضو اسفنجي، هتلاقي ان هو بيحتوي على فايبرس تيشوز، والفايبرس تيشوز دي هيمر في داخلها اليوريثرا وهو قناه مجرى البول. طبعا اليوريثرا وظيفته ايه؟ قال لي والله بص، بيسمح بخروج اليورين، خروج السبيرمز، بس بيطلعوا بشكل منفرد كل واحد لوحده، ما ينفعش يخرجوا مع بعض، ما هو لو خرجوا مع بعض اليورين الاسيدك هيقتل طبعا عندي السبيرمز. تعال نشوف دلوقتي ستراكشر كتي اس في التستس. قلت له تعال نبص على التي اس عامل ازاي. قلت له دلوقتي لو بصينا تحت الميكروسكوب، الصوره دي تحت الميكروسكوب على طول، هتلاقي ان في مجموعه من الانابيب. بص اشاور لك عليها هنا، مجموعه من الانابيب، ادي انبوب وادي انبوب. اللي انا عامل اشاور عليهم دول انت عارف اسمهم صح؟ مين دول؟ قال لي دي عباره عن سيمي نفرس تيوبيولز. في نوع تاني خلايا مهم جدا ما بين السيمينيفرس تيوبيول، هنا كده في خلايا، الخلايا دي اسمها انتر ستيشيال سيلز، يبقى دول عباره عن انتر ستيشيال سيلز. طب خلي بالك من حاجه. قلت له نعم. لو احنا دلوقتي جينا بصينا على خدنا تي اس اكتر، عملنا زوم اكتر، هتلاقي ان احنا طلعنا بالصوره دي بقى. بص هنا دي كده سيمينيفرس تيوبيول، ودي سيمينيفرس تيوبيول، ودي سيمينيفرس تيوبيول، كل واحده من دول عباره عن سيمينيفرس تيوبيول. واللي بالاصفر دي هي سيرتولي، يعني اللي بالاصفر دي هي عباره عن سيرتولي سيل، خليه من خلايا سيرتولي. في النص مين دي؟ ها انت عارف الانترستيشيال سيلز اللي في النص دول، نعملهم لك بلون مخالف، دول يا استاذي هيكونوا الانترستيشيال سيلز اللي في النص دول. طبعا عموما احنا كده عرفنا الاساسيات، وهي ان دي سيمينيفرس تيوبيول، اللي في النص انترستيشيال سيلز. طبعا اللي في النص الانترستيشيال دول اللي بيكونهم كالعاده ال اتش،
السيمينيفرس تيوبيولز دول اللي بيكونهم الاف اس اتش. جوه السيمينيفرس تيوبيول في ايه؟ قلت له تعالى بقى نشوف. اولا كده سنجد ان في عندنا برايمري جيرم سيلز. في هنا كده يا شباب في برايمري جيرم سيلز. فطبعا البرايمري جيرم سيلز اللي موجوده هنا خلي بالك هتلاقي ان هي 2 ان. قلت له مالها دي بقى؟ هي مش موجوده جوه الانبوبه دي، بتلاين. بص بتعمل ايه؟ لاين ذا تيوبيول انترنالي، بتبطن الانبوبه من الداخل. دي هتقعد تتقسم عشان في النهايه تدي سبيرمز. عارف السبيرمز هيبقوا فين؟ هنا. يعني انا عندي البرايمري جيرم سيلز في البطانه هيقعدوا يتقسموا كل المسافه دي عشان في النهايه يدونا السبيرمز اللي بتكون موجوده في النص هنا. طب ايه بقى الانقسامات؟ هقولها لك دلوقتي مع السبرماتوجينيسيس، لكن ما تنساش ان سيرتولي سيل مهمه بقى. تعال نشوف اهميه سيرتولي سيل. سيرتولي سيل ليها اهميتين. لسه قايل لك انها بتعمل فيد للسبيرمز، بس فين؟ اوت ولا انسايد؟ قلت له لا، ده انسايد تيستس، يبقى بتغذي السبيرمز انسايد تيستس. امال مين يا جماعه اللي كان بيغذي عندي السبيرمز اوتسايد ذا تيستس؟ قال لي والله اللي بيغذي السبيرمز اوتسايد ذا تيستس هو السيمينال فيزيكل. عندي كمان وظيفه اخرى لسيرتولي سيل وهي اميونايزيشن. اميون رول، بتدي دور مناعي. فنخلي بالنا يا جماعه ان سيرتولي هتلاقي انها بتفرز فلويد عشان يغذي السبيرمز inside the testis. also they have immunization function. بيعملوا ايه بقى في immunization function؟ قال لي والله بيعملوا على حمايه السبيرمز بالانتي بودي. بالنسبه للانترستيشيال سيلز مكانها فين؟ قلت له ما هي ما بين السيمينيفرس تيبيول، هي اللي بتفرز الميل 6 هرمون تستوستيرون واندروستيرون، واللي مسؤولين بقى عن الظهور بتاع السكندري 6 كاركتر زي ما انت عارف. وخلي بالك ان هم برضو كانوا بيعملوا جروس للبروستيت جلاند والسيمينال فيزيكل. المشكله اللي لسه قايل لك عليها ان كثره افراز التستوستيرون بتعمل انلارجمنت، تضخم في البروستيت جلاند. ركز معايا دلوقتي في مراحل السبرماتوجينيسيس. بالنسبه للسبرماتوجينيسيس يا شباب هتلاقي ان احنا عندنا اكتر من فيز في المراحل دي. اول حاجه يا شباب هيكون عندي المالتيبليكيشن. مالتيبليكيشن ده هيحدث في ميتوتيك ديفيجنز كتير، ممكن تكون واحده ممكن تكون اتنين. والله انا ببدا بالبرايمري جيرم سيل وهفضل اقعد اعمل ميتوتيك ديفيجن لحد ما بصل الى مرحله تسمى السبرماتوجونيا. يبقى البرايمري جيرم سيلز هنا تقعد تنقسم لحد ما بتوصل لمرحله يا جماعه اسمها السبرماتوجونيا. وبعدين قال لي بعد كده هتجد ان في مرحله ثانيه بعد المالتيبليكيشن اسمها جروث، ودي ما فيهاش انقسامات. يعني اول حاجه يا جماعه المالتيبليكيشن كان بيحدث فيها انقسامات، ده اهم كلمه فيها ميتوزس. زودت العدد وظبطت الدنيا بس محافظ طبعا على عدد الكروموسومات 2 زي ما هي. هبدا ان انا بقى اعمل الجروث. الجروث عباره عن تخزين اكل. ففي الجروث فيز نو ديفيجن، مفيش انقسامات. قلت له ماشي مفيش انقسامات، امال في ايه؟ قال لي والله هتلاقي ان السبرماتوجونيا اللي طالعه من المالتيبليكيشن هتقعد تخزن اكل تخزن اكل تخزن اكل، وتبدا يحصل لها انلارجمنت في السايز. يعني البرايمري سبرماتوسايت عندها لارجر سايز عن السبرماتوجونيا. وبعدين قال لي هبدا بقى ادخل في المرحله اللي بعدها وهي مرحله الماتيوريشن. قلت له في مرحله الماتيوريشن هيحدث عندي مايوزس. برقم 3 هنا في ماتيوريشن وفيها يا جماعه مايوزس، سواء مايوزس 1 او حتى مايوزس 2. هيحصل دلوقتي مايوزس 1 ومايوزس 2. يبقى خلي بالك هنا المالتيبليكيشن كان في مايتوزس، والماتيوريشن هيكون في عندي مايوزس. ايه اللي هيحصل هنا؟ قال لي والله هنلاقي ان مايوزس 1 هينتج عنه يا جماعه البرايمري سبرماتوسايت او سوري السكندري سبرماتوسايت، هنعمل مايوزس 2 هيطلع منه سبرماتيد. يبقى في الماتيوريشن هنبدا نشتغل بالبرايمري سبرماتوسايتس اللي طالعه عندنا من الجروث. قلت له هنعمل لها مايوزس 1 هتدينا السكندري سبرماتوسايت، هنعمل لها مايوزس 2 هتدينا السبرماتيد. طبعا اكيد بما اني هنا عملت مايوزس فاكيد انا قللت الكروموسوم للهاف. انت كده وصلت للسبرم؟ قلت له انا وصلت للسبرماتيدز. السبرماتيد اللي انت شايفها دي عايزه بقى تاخد الشكل النهائي، وده بيحصل من خلال عمليه اسمها الميتامورفوزز. فميتامورفوزز يا جماعه معناها تشكل نهائي، يعني هندي شكل نهائي للسبرماتيد. ليه؟ قلت له والله علشان يبدا ان هو ينتج لينا السبرم. يبقى اثناء المرحله دي هنجد ان السبرماتيد مالها يا سيدي؟ قال لي والله هتبدا ان هي تكون لنا السبرم، تبدا تكون لنا طبعا الحيوان المنوي علشان يبقى في صورته النهائيه ويكون مؤهل الى انه يعمل الفيرتلايزيشن.
خلي بالك الكلام ده كله الشكل بتاع السبرم كان هنوصل ليه في هذه المنطقة، ما تنساش ان ده كله كنت بوصل له في المنطقة دي. فده بالنسبة عندي للسبرماتوجينيسيس والمراحل بتاعته. هنروح بقى دلوقتي للستراكشر اوف سبرم. هنراجع مع بعض دلوقتي بقى الستراكشر اوف سبرم، التركيب بتاع السبرم، وتعالى نشوف هو بيتكون من ايه. حضرتك دلوقتي السبرم زي ما انت شايف عبارة عن هيد، عبارة عن نيك، عبارة عن ميد بيس، عبارة عن تيل. الهيد يا جماعة بيتكون من حاجتين، خلي بالك، اكروسوم، وانت عارف ده بيعمل ايه، فاكر؟ ده اللي كان بيسكريت الانزيم اللي بيحلل الاوفم كوت. اسم الانزيم كان اسمه ايه؟ قال لي والله كان اسمه هيالو يورينيز. فالهيالو يورينيز انزيم ده كان دوره انه بيحلل الاوفم كوت. اما النيوكليوس فالنيوكليوس فيها الجيناتيك ماتيريال. النيوكليوس هنا بتكون دايما ان، بيكون فيها نص الماده الوراثيه. بعد كده عندي النك. النك دي مهمه، قلت له طبعا النك بتحتوي على 2 سنتريولز. النك بيكون فيها 2 سنتريولز. مستر مهم في ايه السنتريول ده؟ قلت له بيعمل سيل ديفيجن. خلي بالك ان الاوفم اللي انا هعمل لها فيرتلايزيشن دي ما عندهاش سنتريول، وبالتالي بيتم استخدام السنتريولز دي في ان انا اعمل ديفيجن بعد كده للزيجوت عشان يدي امبريو. يبقى خلي بالك ساعة الفيرتلايزيشن محتاجين كلا من الهيد والنك هيدخلوا عندي جوه الاوفم، لان الهيد في نيوكليوس والنك هتلاقي ان فيها السنتريول وده مهم. اما الميدبيس قال لي الميدبيس فيها كميه كبيره من الميتوكوندريا to produce energy help the sperm to move. طلع انرجي تخلي السبيرم يتحرك. فخلي بالك ان دور الميدبيس بيكون قبل الفيرتلايزيشن. وقت الفيرتلايزيشن خلاص انا ما بقتش محتاج اتحرك لاني وصلت، فعلشان كده ساعه الفيرتلايزيشن الميدبيس ما بتدخلش جوه الاوفم. طب التيل قال لي التيل مسؤول عن الحركه وبينتهي بجزء اسمه كودال بيس اهو، قطعه زيليه. فبرضو ان الدور بتاع التيل هتلاقي ان هو بيسمح بالحركه، فاذا ده قبل الفيرتلايزيشن. عشان كده انت عارف ساعه الفيرتلايزيشن الهيد والنك بس هم اللي بيدخلوا عندي جوه الاوفم ويبداوا يعملوها فيرتلايزيشن. اما الميد بيس والتيل هتجد ان هم طبعا ما بيعملوش فيرتلايزيشن اكيد. فده كده بالنسبه للسبيرم ستراكشر. هنروح دلوقتي بقى للهيومن فيميل جينيتال سيستم. عندنا يا جماعه في الفيميل جينيتال سيستم هتجد ان المكان بتاعها خلي بالك هو نفس مكان الهيومن، بيكون موجود ورا اليورينري بلادر. يعني عندنا في الصور دلوقتي لاترال فيو وفرونتال فيو، هتجد ان المكان بتاع الفيميل جينيتال سيستم خلف اليورينري بلادر. ادي اليورينري بلادر اهي، وهتلاقي ان كل الاجزاء بتاعه الفيميل جينيتال سيستم ورا منه. طبعا افضل صوره هنا هتعرفنا المكونات هي الفرونتال فيو، ولكن ما تنساش ان احنا عندنا ليجامنتس بتربط الفيميل جينيتال سيستم في عظام الحوض. قلت له ليجامنتس لازم تكون الاستيك، لان يا جماعه وقت البريجننسي اكيد الفيميل جينيتال سيستم واليوترس تحديدا هيحصل له اكسبانشن تمدد، فلازم يبقى متثبت كويس ومتثبت بالاستيك ليجامنت. فالاستيك ليجامنت مرنه هتسمح بتمدده اثناء البريجننسي. تعال نراجع مع بعض المكونات والمحتويات بتاعه الاوفري. قلت له بتاعه الفيميل جينيتال سيستم. قلت له اولا عندنا اوفري، ادي اوفري واوفري الناحيه الثانيه، ففي 2 اوفري. وبعدين اللي هيطلعوا البويضات هتصب في داخل الفالوبيان تيوب. ولا تنسى ان الفالوبيان تيوب ده عشان يعرف ان هو يستقبل البويضه عنده فينجر لايك بروسيسز. تلاقي عنده فينجر لايك بروسيسز تو ريسيف ذا اوفم. في نفس الوقت جوه منه هتجد ان في سيليا، جوه منه هتجد ان في اهداب. حضرتك الاهداب دي هتبدا تدفع البويضه، فجوه الفالوبيان تيوب هتلاقي في عندي اهداب. ما تنساش برضو الجزء الاخير منه ده اسمه فانل. ما علينا، دي مكونات الفالوبيان تيوب هنراجع دلوقتي مع بعض، بس احنا عندنا 2 فالوبيان تيوب. قلت له بعدين قال لي والله هنا هتلاقي في يوترس. خلي بالك عشان لما يجي يشاور، لما بيشاور من بره يا جماعه فغالبا هو بيقصد اليوترس وول. وما تنساش ان اليوترس وول ده هتلاقي ان هو بيحتوي على ماسلز، وعشان كده يا جماعه هتلاقي ان هو بيتاثر بالاوكسيتوسين. اما لو شاور من جوه فهو اكيد بيتكلم عن الاندوميتريوم اللي هي اليوترن لايننج، وده يا جماعه هتلاقي ان هو بيتاثر جدا بالبروجستيرون. فخلي بالك من القصه بتاعت اللايننج والقصه بتاعت الوول عشان موضوع العضلات والهرمونات. طيب في النص بقى هنا يوتران كافيتي، تجويف الرحم.
وينتهي بسيرفكس. سيرفكس كان معناه بالعربي ايه؟ عنق الرحم. يبقى يا جماعه هنا في سيرفكس، وسيرفكس معناه عنق الرحم. وينتهي في النهايه بفاجينا. ففاجينا ده هو بيقولوا عليه المهبل، وطبعا ده بيتمدد وقت ما يخرج الجنين عندنا. طيب في برضه لاترال فيو، هو طبعا في اجزاء موجوده مش تابعه للجينيتال سيستم زي الريكتم كالعاده والفرتبرال كولم، وعندك برضه هنا البيوبيك بون اللي هي تبع السكيليتال سيستم، وعندك اليورينري بلادر. اما باقي الاجزاء طبعا اللي انا ما ظللتهاش هتبقى تبع اليورينري سيستم، ولازم تكون حافظ الليبلز في الاثنين سواء لاترال فيو او فرونتال فيو، لان ساعات بيجي لك صور ويبدا يكلمك عنها. طب هو الفيميل جينيتال سيستم بيعمل ايه؟ قلت له اكيد بينتج بويضات زي ما الميل جينيتال سيستم كان بينتج سبيرمز، فده بينتج بويضات. كمان بينتج هرمونات، فيميل 6 هرمون. قلت له الميل بينتج تستوستيرون واندروستيرون. هنا بقى هينتج حاجات زي الاستروجين وكذلك زي البروجستيرون. قلت له ماشي. ايه كمان؟ والله هنلاقي ان في بقى حاجات اضافيه لليوترس. بيعمل ايه؟ قال لي سيف بليس للفيرتلايزيشن، سيف بليس للامبريونج ديفلوبمنت. يعني هيحدث عندي في الانسان انترنال فيرتلايزيشن وانترنال امبريونج ديفلوبمنت، وده كله جوه الفيميل جينيتال سيستم. مكوناته تعال نشوف. قلت له اول حاجه عندنا 2 اوفرز موجودين فين؟ على جانبي البلفيك كافيتي، على الجانبين بتوع التجويف الحوض، تجويف الحوض. شكل الاوفري قلت له يا باشا ده اسمه اوفري عشان هو اوفل، عشان هو بيبقى بيضاوي. السايز بتاعه قد البيلد الموند، اللوزه المتقشره، يعني حاجه صغيره كده. بينتج البويضات بالاضافه الى انه هيفرز هرمونات. الاوفري نفسه قلت له حاجات في الاوفري، يعني انت عارف ان انسايد اوفري في عندك جرافيان فوليكل وده بيفرز الاستروجين، وعندنا كارباس ليتيوم وده بيفرز استروجين ومعاه بروجستيرون. فيا جماعه عندنا دي ستراكشرز موجوده داخل الاوفري. طيب هو في ايه؟ قلت له اوفري هيبقى فيه ايه يعني؟ اكيد في بويضات. في كام بويضه هتطلع؟ قلت له بص هو في الاف البويضات، لكن في النهايه مش كل البويضات دي هتنضج وتصل الى النضج. اللي بيصل الى النضج بس حوالي 400 بويضه، وده اثناء الفاكندت ييرز، سنوات الخصوبه اللي بتكون حوالي 30 سنه. مين يا مستر الفاكندت ييرز؟ قال لي هي الفتره ما بين وقت البيوبرتي البلوغ لحد المينوبوز. الفيميل يا جماعه بتصل الى البيوبرتي ما بين 10 ل 12 سنه. طب هتصل ما بين 12 ل 15 سنه اسف. وهتصل عندي للمينوبوز ما بين 45 الى 50 years، ما بين 45 ل 50 سنه. قلت له ماشي. حضرتك دلوقتي هو المينوبوز بيبقى الفاكندت ييرز هتبقى قد ايه؟ قلت له على الاقل 30 سنه، لان احنا قلنا الفاكندت ييرز هي الفتره ما بين ريتشنج بيوبرتي اللي يعني لو قلنا اتاخرت قوي 15 سنه، لحد المينوبوز اللي يعني لو قلنا جت بدري قوي هيبقى 45 سنه. الفرق ما بينهم قد ايه؟ 30 سنه على الاقل. يبقى يا جماعه الفاكندت ييرز بتكون حوالي 30 سنه. في كل سنه بينتج كام بويضه؟ هو ده كان السؤال. قلت له والله في كل سنه كان بينتج حوالي 13 بويضه، يبقى في 13 اوفا بروديوسد ييرلي. عرفت منين؟ ما احنا يا جماعه عارفين ان كل 28 يوم تقريبا بينتج بويضه من التو اوفرز. ما انت عارف اهو ان فروم ايتش اوفري هتلاقي ان في 1 اوفم بتطلع كل 28. طبعا الرقم ده ثيوريتيكالي، ولكن احنا شغالين شغل ثيوريتيكالي. لو انت حسبت 365 يوم اللي هم في السنه ديفايدد ال 28 دايز هيطلعوا 13 بويضه. يبقى يا جماعه احنا عندنا 30 سنه فاكندت ييرز، وفي كل سنه بننتج 13 بويضه. يبقى يا جماعه هيكونوا 390 اوفا او 390 ايجز، 390 بويضه او 390 ايج. حضرتك ده هتلاقي ان هم بيوصلوا بعد كده يعني لو قربناهم هيبقوا حوالي 400. عشان كده بقول لك ان حوالي 400 بس هم اللي بينضجوا، وطبعا الباقي هيتكون او هيفضل موجود عندي جوه الاوفري من غير ما يخرج. طيب هي البويضه اللي بتخرج كل 28 يوم هتروح فين؟ قال لي بيتم استقبالها عن طريق فينجر لايك بروسيسز تابعه للفالوبيان تيوب. بص بقى الفالوبيان تيوب واسمهم الثاني اوفيدكت، هتلاقي ان هي عباره عن انابيب عضليه، اكيد يا جماعه انفولانتري.
قلت له ماشي. هتلاقي ان كل واحد فيهم بيبقى عنده في نهايته فانل، والفانل ده خلي بالك بيفتح قدام الاوفري على طول. ليه؟ تو انشور، عشان نضمن سلامه البويضه وانها تنزل جوه الفالوبيان تيوب. طيب الفالوبيان تيوب بتلتقط ازاي؟ قال لي عندها فينجر لايك بروسيسز. فينجر لايك بروسيسز وظيفتها ايه؟ قال لي بتريسيف الاوفم. طب بعد كده الفالوبيان تيوب، قال لي والله يا مستر بيكون في داخلها سيليا. السيليا لازمتها ايه؟ قال لي والله بتدايركت الاوفم تورد يوترس، تلاقي انها بتوجه البويضه باتجاه عند اليوترس. قلت له ماشي. طيب حاليا وظيفه كمان للفالوبيان تيوب، ما تنساش ان الفالوبيان تيوب هو المكان اللي بيحصل فيه الفيرتلايزيشن. ناس كتير كانت فاكره ان الفيرتلايزيشن بيحصل في اليوترس، قلنا لا، خلي بالك الفيرتلايزيشن بيحصل جوه الفالوبيان تيوب. طب بالنسبه لليوترس قلت له برده هو ماسكولار وبرده انفولانتري، وخلي بالك انه هيفضل شايل الجنين 9 شهور وهيتمدد حجم الجنين، فعشان كده بيكون الاستيك. هتلاقي ان هو عامل زي كيس عشان الجنين يقعد جواه. هتلاقي ان هو عنده ثيك وول، اكيد لان الجنين هيقعد بقى يكبر ويرفس جوه وبتاع، فلازم يكون ثيك. ماسكولار عرفنا ان عنده عضلات. انفولانتري بتقعد تنقبض بكثره ساعه نهايه البريجننسي بيريود عشان الجنين يخرج بره. سترونج، اكيد سترونج عشان يتحمل الجنين اللي قاعد جوه ده. هتلاقي ان هي لايند ويز جلاندولار ممبرين. ليه؟ قلت له عشان الاندوميتريوم بتسكريت الريلاكسين. ما تنساش هو جلاندولار ليه؟ because it secretes relaxin هرمون. طيب الثيك وول لايننج، البطانه الداخليه، هتلاقي ان هي اسمها اندوميتريوم، ساعات بنقول عليها يوترس لايننج، وبنقول يا شباب انها بتتاثر جدا جدا بهرمون البروجستيرون، والبروجستيرون بيزود الكابيلاريز بتاعتها. يعني خلي بالك ان في ريسبتورز للبروجستيرون عند اليوترس لايننج عشان تكون غنيه بالبلاد كابيلاريز، وهتلاقي ان هي طبعا هتبدا انها تحول او هتبدا انها تتاثر عندي بالبروجستيرون ويبقى مليان بلاد فيزلز، وده شيء مهم جدا للجنين عشان يبدا يوفر له المواد الغذائيه بعد كده. طيب مكانه فين اليوترس؟ قال لي والله عند البلفيك كافيتي، برضه عند تجويف الحوض. هتجد كمان ان اليوترس في نهايته سيرفكس، عنق الرحم، بينتهي فاجينا. طب مهمته ايه؟ قلت له يعني اكيد مكان امن للجنين يقعد فيه 9 شهور. كمان هتلاقي الاندوميتريوم عندها يا باشا لايننج، بتعمل ايه؟ بتسكريت الريلاكسين هرمون. يبقى يا شباب الريلاكسين اهو كل مره نقوله. وطبعا انت عارف وظيفه الريلاكسين ده بيعمل ريلاكسيشن للبيوبيك سيمفيسز. ليه؟ طبعا الجزء بتاع الحوض علشان يسهل الولاده. بعد كده عندي الفاجينا، والفاجينا يا شباب هي عباره عن تيوب طولها 7 سم، بتبدا من اول اليوترس سيرفكس عنق الرحم، وبتفتح بجينيتال اوبننج بتسمح بخروج الجنين لبره. خلي بالك كمان تلاقي انها عندها ميوكس. ميوكس يا استاذ يعني بيبقى فيها طبعا مخاط، وده مهم قوي عشان يعمل مويست للفاجينا عشان يخليها رطبه. في نفس الوقت في فولتس، في ثنايات، الثنايات دي مهمه علشان يعمل اكسبانشن، يعمل تمدد اثناء الدليفري. يبقى يا شباب نخلي بالنا ان الفاجينا هتجد ان فيها عندي اكسبانشن او تسمح بالاكسبانشن عشان فيها فولتس، لان ساعه الولاده بقول لك الجنين هيخرج طبعا لو ولاده طبيعيه، فلازم يخرج من المكان ده. اكيد احنا شفنا الشكل ده 50 مره. تي اس عندنا في الاوفري، قلت له طبعا من ساعه الهرمونات، واحنا عندنا في اوفريان فوليكل تتحول الى الجرافيان فوليكل بفعل هرمون الاف اس اتش. البويضه موجوده اهي، محتاجه اللي يطلعها. اللي بيطلعها مين؟ ال اتش، بيعمل دامج للجرافيان فوليكل فيحرر البويضه. طبعا انت عارف في صوره سكندري اوسايت. بعد كده ال اتش هيكمل ويتم جميله معانا ويبدا يكون لنا الكوربس ليتيوم، الجسم اللي لونه اصفر اللي بيفرز دلوقتي مع تعديل المنهج حاجتين، بروجستيرون وكذلك استروجين. هيفضل موجود لمده 3 شهور لو حصل حمل. اما لو ما فيش حمل فهتلاقي ان هو بدا يتحلل تاني عشان نعيد المينسترال سايكل مره تانيه. طب البويضه نفسها عباره عن ايه؟ قلت له زي ما شفنا تركيب السبيرم، نشوف البويضه. قلت له البويضه مهم جدا فيها يبقى فيها نيوكليوس، لان هي اللي حامله للجينيتيك ماتيريال، حوالي منه سيتوبلازم، وخلي بالك انه بيبقى مخزن ستور يوك جوه منه، حتى لو قليل بس المهم يخزن يوك. سؤال، هل البويضه دي فيها سنتروسوم؟ قلت له لا، نو سنتروسوم. امال هتتقسم ازاي؟ قلت له بالسنتروسوم بتاع السبيرم، ما تنساش.
يبقى دلوقتي الاوفم سيتوبلازم ونيوكليوس، بس يا مستر لازم تحاط من بره بممبرينز. قلت له ماشي، ما عندها بلازما ممبرين زي اي خليه اللي باللون الاصفر ده، وفي اوفم ممبرين بره، وده اللي بيكون مثبته ومخليه انتاكت قوي. اسيد، هذا الاسيد كان اسمه هيالو يورينيك اسيد، وخلي بالك هيالو يورينيك اسيد ده بيحللوا الهيالو يورينيز. انت عارف ان الهيالو يورينيك اتسمى بالاسم ده اصلا، او الهيالو يورينيز اتسمى بالاسم ده عشان هو بيحلل الهيالو يورينيك اللي موجود، او الهيالو يورينيز طبعا بيحلل الهيالو يورينيك علشان طبعا يحصل اختراق للبويضه. يبقى يا جماعه هنا الاوفم كل الاجزاء دي مليانه الهيالو يورينيك اسيد. طب عايز تخترق البويضه، حلله. مين اللي بيحلله؟ قال لي الهيالو يورينيز انزيم. بالنسبه دلوقتي بقى للاوجينيسيس، وتعالوا نشوف ازاي بيحدث تكوين للبويضات. قلت له بص، هو الاوجينيسيس تختلف شويه عن السبرماتوجينيسيس في ايه؟ قلت له عدد المراحل هنا 3. يعني الاوجينيسيس يا شباب تلاقي ان هم عندهم 3 ستيجز اونلي، 3 مراحل وبس، مفيش غيرهم. قلت له ماشي، خلي بالك ان هنا برضو في اختلاف. المالتيبليكيشن والجروث ساعه السبرماتوجينيسيس كانوا بيحصلوا فين؟ قال لي والله المالتيبليكيشن والجروث كانوا بيحصلوا ساعه السبرماتوجينيسيس في وقت البلوغ، انما هنا المالتيبليكيشن وكمان الجروث بيحصلوا للامبريو، بيحصلوا جوه الفيميل امبريو. خلي بالك هنجد يا جماعه في المالتيبليكيشن كالعاده ان البرايمري جيرم سيل هيعمل ميتوتيك ديفيجن. اشتغل يا باشا كام؟ ما اعرفش، مش عدد ثابت، المهم انه بيدي اوجونيا في الاخر. وبعد كده هتلاقي ان الاوجونيا هتبدا تخزن اكل، فهتدينا البرايمري سبرماتوسايت. طبعا تخزين الاكل ده في انهي مرحله؟ قال لي والله في مرحله الجروث. يبقى الجروث ما فيهوش انقسامات، انقسامات ميتوزس كان في المالتيبليكيشن، هنا مفيش انقسامات. هيحصل امتى؟ في الامبريو. اللي بيحصل اللي بيخزن اكل، هكبر حجما، اصبح عندي دلوقتي برايمري اوسايت. البرايمري اوسايت هتفضل بقى موجوده في الاوفري بتاع الفيميل لحد ما تتولد، ولحد كمان ما تصل الى البيوبرتي، لحد ما تصل الى البلوغ هيفضل عندها البرايمري اوسايت. ولما توصل للبلوغ ويطلع بقى الهرمونات بتاعه البيتيوتري جلاند، ابدا اعمل الميوزز 1 في مرحله الماتيوريشن. اذا يا جماعه الماتيوريشن عندنا هيحدث بس افتر ريتشنج بيوبرتي، فقط عقب الوصول الى البيوبرتي اللي هو البلوغ. لما هوصل هنا الى البلوغ هبدا بقى اشتغل واعمل الميوزز. هعمل ميوز 1، كده كده الفيميل دايما هتعمل ميوز 1، وهتبدا تكون السكندري اوسايت اللي خلاص بقى جاهز يخرج يلا من الاوفري. تخرج من الاوفري، وبعد ما تخرج قلت له يا عالم بقى هتفضل كده ولا لا؟ بس ما تنساش حاجه، ان الوقت اللي بيتكون فيه البرايمري اوسايت سوري السكندري اوسايت بيبقى معاه بولار بادي. هنا كان كل هدفه ان احنا نتخلص من نص جيناتيك ماتيريال. لو البنت مش متزوجه كل مره بيطلع السكندري اوسايت وبتفضل قاعده في الفالوبيان تيوب مستنيه يوم او 2 يجي لها اي سبيرم. طب ما جالهاش هتتحلل، لو ما جالهاش هتتحلل وخلاص نعيش النصر سايكل اللي بعدها وهكذا. الا ان لو هذه الفيميل متزوجه وحصل دخول سبيرم بس هعمل مايوزس 2. فما تنساش ان المايوزس 2 يا جماعه قلنا عليه قبل كده كونديشند ديفيجن او ديليد ديفيجن، هو انقسام مؤجل او مشروط، عمره ما يحصل بس الا في حاله السبيرم انتري، الا في حاله دخول السبيرم. قبل الفيرتلايزيشن على طول اعمل مايوزس 2، فيرتلايزيشن بعدها. فيا جماعه نخلي بالنا من القصه دي. وعندي برضو احيانا بيطلع بولار بوديز، بس خلي بالك ان يا شباب البولار بوديز اقصى عدد ليهم 3، مش شرط يبقوا 3 على فكره، عشان ساعات بيسالني عليهم اثناء انتاج 4 بويضات في كام ماكسيمم نمبر اوف مولار بودي، هقول له ساعتها هيكون 12، لان اقصى عدد ممكن هيكون عندنا 3. عندنا يا جماعه المينسترال سايكل هنلاقي ان هي متقسمه الى 3 فيزز، 3 مراحل. عندنا طبعا اول مرحله كان اسمها البروليفريشن، وخلي بالك اول مرحله بالنسبه للشرح مش بالنسبه للحسابات، واكدنا على الموضوع ده اكتر من مره. تاني مرحله عندنا يا جماعه هتكون اسمها اوفيوليشن، وثالث مرحله اللي هي مرحله المنسترويشن. طبعا يا شباب المنسترويشن دي مرحله نزول الدم، هي اصلا اللي بنبدا بيها حساباتنا. يعني خلي بالك اللي قدامك ده هو المنسترال سايكل. المنسترال سايكل دايما بتبدا عندنا من امتى؟
المينسترال سايكل دايما بتبدا عندنا من نزول البلد، من نزول الدم، فهنا ده بدايه البليدنج، وحضرتك هيبدا يحصل المنسترويشن، نزول الدم، فبنبدا نعد ان ده اليوم الاول من حدوث المينسترال سايكل، وده اليوم اللي بينزل فيه البلد لحد اليوم الخامس، ده كده هنا كده بيكون انتهى المنسترويشن. في الغالب يعني ممكن يبقى من 3 ل 5 على حسب، لكن احنا بنتكلم ثيوريتيكالي اخرنا 5. بعد كده مرحله البروليفريشن اللي بتفضل حوالي 10 دايز، حوالي 10 ايام. وبعد مرحله البروليفريشن هتلاقي ان في عندنا مرحله ثالثه وهي مرحله الاوفيوليشن، والاوفيوليشن دي بتستغرق حوالي 14 دايز، حوالي 14 يوم. يبقى يا جماعه اللي قدامنا دي كده هتكون هي المينسترال سايكل، هتكون المراحل بتاعه دوره الطمس او الدوره الشهريه. نبدا منين؟ قلت له بنبدا حساباتنا من عند البليدنج، لكن انا دلوقتي عايز اشرح لك عشان تفهم، فانا مضطر اقول لك من بعد البليدنج. لكن لما هنيجي نحسب، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله في حصص البايتريكس، لما هنيجي نحسب هتلاقي ان احنا بنحسب طبعا من عند البروليفريشن، وهناخد تطبيقات عليها ان شاء الله في حصه الجمعه. اما دلوقتي تعال نشوف قصه البروليفريشن، وهتلاقيني بقول لك كلام تقريبا كلام مكرر من شابتر 2 الهرمونز. والله انا هبدا عندي البروليفريشن ازاي؟ قال لي والله ببدا من ان البيتيوتري جلاند بتبدا تفرز الاف اس اتش، يعني عندنا كالعاده في thousands of ova زي ما انت شايف موجوده في الاوفري. اول ما يحصل عندي افراز للاف اس اتش، ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله الاف اس اتش ده هتلاقي ان هو بيكون عندنا الاوفريان فوليكل، وبعدين قال لي والله الاوفريان فوليكل هتلاقي ان هو بيعمل جروث بعد افراز الاف اس اتش، ويصبح جرافيان فوليكل. مين اللي عمل كده؟ قال لي والله البيتيوتري جلاند اهو افرز من الانتيريور لوب بتاعته فوليكل ستيميوليتنج هرمون اف اس اتش، وهو ما تسبب فيه ان الاوفري يبدا يحصل له نضج. يعمل ايه يعني؟ قال لي هيبدا يعمل نضج للجرافيان فوليكل، والجرافيان فوليكل يا شباب هتلاقي ان هي اتكونت اثناء مرحله البروليفريشن اللي بتستغرق حوالي 10 دايز، حوالي 10 ايام. طبعا الجرافيان فوليكل ما تنساش انها بتفرز هرمون الاستروجين، وانت عارف بقى ان هرمون الاستروجين ده بيكون ريسبونسبل فور، مسؤول عن طبعا الظهور بتاع الفيميل سكندري 6 كاركترز، وبيعمل حاجات تانية زي الجروث اوف اندوميتريوم. ما هو ما تنساش ان انا مستلم هنا او بادئ هنا من بعد البليدنج، يعني هنا المنسترويشن افتر بليدنج، بعد النزيف. يعني هنا المنسترويشن بالنسبه لنا هيكون بعد النزيف. حضرتك دلوقتي بعد النزيف ده هتجد ان بيبدا يحصل طبعا تساقط للدم او سقوط للدم بسبب ان اتقطعت طبعا الاندوميتريوم. فعشان كده في البروليفريشن انا جاي اقول لك ان في جروث في الاندوميتريوم، هنبدا نعمل بقى نمو للاندوميتريوم. بالنسبه لتاني مرحله وهي الفيز اوف اوفيوليشن، تروح في الاوفيوليشن هنا بقى هنكمل الانتيريور لوب، هيكمل علينا. هيكمل ايه؟ قلت له انت عارف هنا هيبدا يحصل انتاج لل اتش، لان يا جماعه في الوقت بتاع البروليفريشن بتكون البويضه في صوره سكندري اوسايت اصبحت موجوده في داخل الجرافيان فوليكل، ومع انتاج ال اتش هيبدا يحصل دامج للجرافيان فوليكل. المهم البويضه هتبدا تخرج بره، يعني مبدئيا بالنسبه للاوفم، الاوفم بقت بره او السكندري اوسايت هتلاقي ان هي بدات تظهر عندنا بره. طب وبعدين؟ قال لي حاليا هنجد ان ال اتش هيكمل شغله معانا، يكمل جميله معانا. هيعمل ايه؟ قال لي بيكون جسم لونه اصفر اسمه كوربس ليتيوم. يبقى ال اتش يا جماعه حاليا هيفضل يعمل نمو للكوربس ليتيوم. كوربس ليتيوم هيقعد يكبر ويكبر ويكبر ويفرز بروجستيرون. فالبروجستيرون هيبدا يزود السكنس. ما تنساش انه مش بس هيفرز البروجستيرون، لا ده كمان بيفرز الاستروجين. خلي بالك هو بيفرز البروجستيرون وبيفرز الاستروجين، ده حسب اخر تعديل في المنهج.
طبعا عموما الكوربس ليتيوم هتلاقي ان هو هيستمر في الافراز لو حصل حمل لمده 3 شهور، اما لو ما حصلش حمل انت عارف يحصل له ديجنريشن. يعني هنا بنتكلم عن الاوفيوليشن الانتيريور لوب، افرز الليوتينايزنج هرمون اللي هو ال اتش امتى؟ في اليوم ال 14. وهتلاقي ان ده عمل دامج للجرافيان فوليكل وعمل ريليز للسكندري اوسايت اللي هي البويضه، ومعاها الفيرست بولار بادي. الاثنين طلعوا من الاوفري وبداوا ينزلوا على مين بقى؟ قال لي والله بداوا ينزلوا على الفالوبيان تيوب. طيب بعد كده هتلاقي ان البقايا بتاعت جرافيان فوليكل مالها؟ قال لي هنبدا نجمعها وطبعا نكون منها الكوربس ليتيوم، فتبدا تفرز البروجستيرون والاستروجين زي ما انت عارف. ويا جماعه البروجستيرون هيزود عندنا الاندومتريوم ثيكنس، هيزود سمك الاندومتريوم، وساعتها بيزود البلاد سبلاي واللي هي طبعا قلنا عليها قبل كده فاسكولاريتي. وما تنساش ان المرحله دي بتستغرق عندنا حوالي 14 دايز، حوالي 14 يوم. نروح دلوقتي للفيز اللي بعدها وهي فيز المنسترويشن. منسترويشن دي مفروض ان هي بتبقى في بدايه السايكل، بس احنا مضطرين نشرحها دلوقتي بعد ما فهمنا الاحداث، لان زي ما قلت لك لو حصل عندنا الفيرتلايزيشن فهيفضل عندي طبعا الكوربس ليتيوم يفضل يفرز لمده 3 شهور. اما دلوقتي لو ما فيش بقى فيرتلايزيشن هنعمل ايه؟ قلت له والله هتلاقي ان البويضه هتقعد يوم او 2 فين؟ في الفالوبيان تيوب ومستنيه يجي لها سبيرم. طب لو ما جاش سبيرم قلت له خلاص للاسف هتلاقي ان البويضه نفسها ماتت. الكوربس ليتيوم دي جنريت هتبدا ان هي يعني تتكسر وتتقطع وتتحل بشكل جراديولي، وللاسف هينتج عنها بعد كده هيبدا ان هو يعني ينتج عن الاندومتريوم. لما الاندومتريوم يتقطع هيبدا يحصل بسبب بليدنج. عموما افراز البروجستيرون والاستروجين قل، وبالتالي كده الاندومتريوم دي جنريت اهو زي ما قلت لك تبدا تتحلل وتقطع، والبلاد فيزل تير هتبدا ان هي يتمزق، ومع كمان سكسيسيف كونتراكشن الكلام ده كله بيؤدي الى بليدنج. اليوترس بيقعد ينقبض وبالتالي بيحصل عندنا بليدنج. عموما البليدنج بيستمر في فتره ما بين 3 ل 5 ايام لحد ما هنبدا سايكل جديده. اما لو حصل فيرتلايزيشن فعليا، فلو حصل فيرتلايزيشن الكوربس ليتيوم قاعد لنا لمده كام يا مستر؟ قلت لك لمده 3 مانثز لحد ما تتولى الكوربس ليتيوم الافراز. يبقى خلي بالك ان الكوربس ليتيوم هتفضل تفرز الهرمونات دي، وده بيوقف الاوفيوليشن، هيخلي ما عادش فيه اي بويضات تطلع، والمينسترال سايكل هتتوقف لحد البيرث لمده 9 شهور بقى مفيش مينسترال سايكل. المهم الكوربس ليتيوم تفرز اول 3 شهور، يتحلل بعد كده، يطلع بعد منه كالعاده البلاسينتا تبدا تفرز من بدايه الرابع لحد نهايه التاسع. بيعرفك هنا ان مع استمراريه افراز البروجستيرون تفضل الاندومتريوم موجوده مع تغيرات في الماترنال مامري جلاند، المامري جلاند بتاعه الام، كلمه ماترنال دي يعني بتاعه المذر، وهتفضل يا باشا مستمره عندنا طبعا الحمل لمده 9 شهور، وفي نهايه الشهر التاسع البلاسينتا هتتوقف في افراز البروجستيرون فهيبدا الجنين بعد كده يخرج. خلينا نقول دلوقتي بقى ان لو حصل فيرتلايزيشن، لو حصل فيرتلايزيشن ايه نتيجته؟ قلت له لو حصل فيرتلايزيشن هيبقى في زايجوت. بس تعال نشوف احداث الفيرتلايزيشن. قلت لك خلاص يا باشا البويضه هتطلع في اليوم ال 14، وبعدين قال لي والله هتقعد يوم او 2 قاعده مستنيه السبيرم. طيب الميل عليه انتاج عدد كبير جدا من السبيرمز. السبيرمز بتطلع يا جماعه في السيمن ما بين 300 ل 500 مليون في كل مره ايجاكيوليشن. مستر طب افرض اقل من كده، اقل من كده كام يعني؟ 200 هيخلف يا عم، يعني حتى لو هو مش كومبليت فيرتيليتي بس هيخلف. في عندنا رقم لو وصلنا له ده كده استيراي رسمي. لو وصل عدد السبيرمز في عينه السيمن بعد الايجاكيوليشن الى 20 مليون او اقل او اقل من 20 مليون، ده عندنا هنا كده يعتبر انفيرتايل، يعني يعتبر عقيم. اما الفيرتيليتي العاليه هتلاقي ان عينه السيمن هيكون فيها ما بين 300 ل 500 مليون في كل مره، وهيبداوا رحلتهم. بس خلي بالك هم كتير ليه؟ كتير عشان معظمهم هيلوست، معظمهم هيفقد اصلا اثناء الرحله. عموما السبيرمز لما توصل ربما ما تلاقيش بويضه، تفضل قاعده مستنياها قد ايه؟ من 2 ل 3 دايز. لو ما لقيتش بويضه تفضل قاعده مستنيه من 2 ل 3. طب لما تلاقي البويضه انت عارف الانزيم اللي هتفرزه صح؟ كان عندك يا سيدي الاكروسوم كان يقدر ينتج انزيم الهياليورينيز، فبيقول لك هنا كل السبيرمز هتبدا تشارك بافراز الهياليورينيز منين؟ فروم اكروسوم.
طب الاكروسوم بيعمل ايه؟ قال لي والله الاكروسوم تلاقي ان هو بيديسولف بارت اوف اوفم ممبرين، هيبدا ان هو يعني يذيب جزء من الاوفم ممبرين، وساعتها هتلاقي في الاخر وان سبرم بس بيدخل. طب السبرم بيدخل بكل مراحله؟ لا، قلنا في الفيديو ده برضو ان الهيد بس والنك هم اللي بيدخلوا، اما بالنسبه للميد بيس والتيل مش عايزهم. فطبعا عندنا الهيد بيبدا ان هو يشارك بالنيوكليوس، وعندك كمان هتلاقي ورا منه السبرم، هتلاقي ان هو عنده برضو الميد بيس اللي فيها السنتريول، اما الباقيين مش عايزهم. يعني انا مش عايز الميد بيس، فيها ميتوكوندريا كانت بتساعده في الحركه، بتطلع له طاقه في الحركه ده وهو بيتحرك اصلا، الديل كان بيساعده في الموفمنت، لكن خلاص اول عاد هيتحرك ولا عاد عايز طاقه، فعشان كده احنا بس كل اللي هيدخل الهيد عشان فيه النيوكليوس، والنك عشان فيها السنتروسوم. عموما بعد الفيرتلايزيشن خلاص في سبرم دخل، الحمد لله مش عايزين سبرمز يخشوا تاني، وعشان كده الاوفم كانت بتحيط نفسها بكوت، وده كان بيمنع دخول اي سبرم مره تانيه، علشان طبعا ما يحصلوش ابورشن، لان لو حصل ان 2 سبرمز دخلوا مع بعض جوه بويضه واحده هيبقى ترايبلويد زايجوت، وده ما ينفعش، ابورشن او مسكارج على طول. طب تعال نشوف دلوقتي بقى بعد الفيرتلايزيشن حصل ايه المراحل اللي بعد كده؟ بقى في زايجوت، مبروك يا عم. بعد الزايجوت قلت له بص، الزايجوت بعد يوم هيبدا ينقسم ويعمل ميتوتيك ديفيجن. يبقى الزايجوت هيبدا في الانقسام يعمل ميتوتيك ديفيجن فيكون 2 بلاستوميرز. يبقى يا جماعه عندنا حاليا هنا الزايجوت هيبدا يتقسم، يبدا يكون خليتين. الخليتين دول اسمهم 2 بلاستوميرز. بيتكونوا يا باشا فين؟ قال لي والله بيتكونوا في بدايه الفالوبيان تيوب، ده مكانهم. قال لي والله بعد يومين ستجد ان 2 سيلز بيبداوا ان هم يتقسموا ويدونا 4 خلايا، ده في اليوم الثاني. يبقى دي الخليتين دول البلاستوميرز هيبقوا 4، في اليوم اللي بعده الاربعه هيبقوا 8، وهكذا، ويوصلوا لمرحله الموريلا. وبعدين استنى بقى عشان هنا في جزئيه اتضافت جديد. بص هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الموريولا هتندفع along the uterine tube، اللي هو طبعا بيتكلم هنا الفالوبيان تيوب، وبعد كده هتروح لليوتران تيوب باي ذا سيليا. يبقى هنا يا باشا ماشيه في الفالوبيان تيوب رايحه باتجاه اليوتران تيوب بالسيليا، وكمان الماسل كونتراكشن. ما تنساش ان الفالوبيان تيوب وحتى اليوتران تيوب مليانين عضلات انفولنتري. هنا بقى الجديد اهو، الجديد اللي ما كانش مذكور في الكتب اللي قبل السنه اللي فاتت او اللي قبل السنه دي، وهو حاجه اسمها البلاستوسيست. يعني مع الاندفاع هتلاقي ان الموريولا بتبدا تتحول لما يعرف باسم البلاستوسيست، والبلاستوسيست هيبدا يظهر في اليوترس ويبدا يحصل له امبلانتيشن. يبقى يا جماعه الجديد السنه دي ايه؟ الجديد ان اللي بيحصل له امبلانتيشن هو البلاستوسيست. عشان لما يجي يسالني هل الموريولا هي اللي امبلانتد، اقول له لا، البلاستوسيست is implanted between uterus folds، ما بين ثنايات الرحم. يبقى يا جماعه البلاستوسيست بتبدا ان هي تدخل ما بين ثنايات الرحم علشان طبعا تكون كده جاهزه لعمليه طبعا الاورجانوجينسيس بقى بعد كده. لان الخطوه اللي جايه بص هيبدا ايه؟ هيبدا طبعا معدل النمو بتاع الجنين يزيد، وبدانا نعمل اورجانوجينيسيس. اورجانو جاي من اورجان، وجينيسيس جايه من فورميشن. وهناك بقى هيبدا يحصل طبعا الديفرنشيشن علشان يبقى عنده اورجنز، يبقى عنده بقى هارت وبرين وهكذا. وما تنساش انه لازم يتم حمايته بحاجتين، هيبقى عنده بروتكشن بالاوتر كوريون والانر امينيون. مين دول يا عم؟ قال لي دول 2 ممبرينز الامبري اللي بيكونهم. يبقى خلي بالك ان في 2 ممبرين بيحيطوا بالجنين، ال2 امبريونيك ممبرينز دول مالهم؟ قال لي ال2 ممبريونيك ممبرينز ار فورمد باي امبريو. اعرف المعلومه دي، مش الام اللي بتكونهم، امال مين؟ الجنين اللي بيكونهم. ركز بقى معايا دلوقتي في تفاصيل اكتر عن الامبريونيك ممبرين. اتفقنا ان احنا عندنا 2 ممبرينز الجنين بيكونهم. اولا يا جماعه كده عندنا هتلاقي اللي بيحيط بالجنين على طول ممبرين اسمه امينيون، والامينيون مش جاي لوحده، لا ده معاه سائل.
يعني حضرتك السائل اللي هنا ده كده اسمه امنيوتيك فلويد. يبقى يا جماعه عندنا في امنيون، والامنيون ده عباره عن ممبرين، هتلاقي ان هو بيحيط بالجنين، وطبعا هدفه بروتكشن من الامبريو، هدفه حمايه الامبريو من الصدمات. ممكن حد او حاجه تصطدم طبعا بالبطن بتاعت الام وهي ماشيه ولا حاجه، عشان الخبطه ما تتاثرش على الطفل جوه، فلا هتلاقي ان الامنيون والامنيوتيك فلويد بيعملوا على حمايته، وكمان بيحموه من الجفاف. يبقى خلي بالك ان الامنيوتيك فلويد ده وجوده ضروري، وساعات او وقت الولاده بيحصل قطع طبعا للممبرينز وبيبدا الامنيوتيك فلويد ينزل، فلازم ساعتها على طول ان الجنين يبدا يعني يخرج، وعشان كده دايما تلاقي ان الست بتروح المستشفى في الوقت ده. بعد كده بيتكلم كمان معانا عن الكوريون، والكوريون يا استاذي هتلاقي ان هو بيحيط بالامنيون، يعني الكوريون ده هتلاقي ورا الامنيون على طول. ليه؟ قال لي والله الكوريون ده يعتبر عندي هو هنا كده الاوتر، يبقى هو الخارجي والامنيون الداخلي. الكوريون يا باشا بيطلع منه فينجر لايك بروجيكشنز، يعني الكوريون هتلاقي ان هو بيطلع منه امتدادات. لو رحت للكوريون هتجد ان هو بيبدا يطلع منه فينجر لايك بروجيكشنز بتساهم في تكوين البلاسينتا. يعني يا شباب الكوريون الخارجي هتلاقي ان هو ليه دور في تكوين البلاسينتا، يبقى الكوريون غير دور الحمايه ليه دور في تكوين البلاسينتا. وما تنساش بقى بالمره ان الامنيون ليه دور غير مباشر في تكوين الامبليكال كورد، فهو كان بيحيط على فكره بالكابيلاريز. يبقى هنا الامبليكال كورد هتجد ان هو برضو بيشارك في تكوينه الامنيون. يبقى الكوريون ليه دور في تكوين البلاسينتا، وعندنا الامنيون ليه دور في تكوين الامبليكال كورد الحبل السري. طب ايه وظيفه البلاسينتا؟ قلت له بص البلاسينتا ممكن تكون نعمه للجنين وممكن تبقى نقمه عليه. هو الطبيعي ان البلاسينتا هتوفر مواد غذائيه واكسجين يتنقل عندي للجنين من عند الام، وفي نفس الوقت بتاخد الويستس. قلت له ماشي، وبتفرز هرمونات زي ما انت عارف. فالبلاسينتا بتفرز بروجستيرون من الشهر الكام؟ من الرابع للتاسع. ده غير كمان افرازها للريلاكسين، لان انت عارف ان الريلاكسين ده بيعمل ريلاكسيشن للبلفيك ماسل في نهايه البريجنسي، وده كان من الحاجات اللي بتسهل الولاده. لكن ليه بقى بقول لك ممكن تقلب نقمه؟ تقول البلاسينتا في نفس الوقت ممكن تنقل بعض الحاجات اللي هتبقى مش كويسه طبعا للجنين. لو الام مثلا عندها كحوليات، بتشرب كحوليات، او في مثلا تدخين او حاجه، كل الحاجة او فيروس، كل الحاجات دي للاسف قد تنتقل عندي من الام للجنين، وبالتالي طبعا بتعمل له سيريس ديفورمتس، تشوهات ومشاكل كبيره جدا. ده كده بالنسبه للبلاسينتا. ادي طبعا اهو الجنين عندنا، هتلاقي البلاسينتا والجنين زي ما انت شايف اهو راسه لتحت. تعرف ده في الشهر الكام؟ قال لي ايوه ده في التاسع. خلاص طالما راسه لتحت، جنين قاعد اهو. الكوريون معمول عندك باللون البني زي ما انت شايف، ده الخارجي، وبيحيط بالامنيون اللي عنده سائل. ادي الامنيون وادي الامنيوتيك فلويد. ادي اليوتران كافيتي اللي هيندفع منها بعد كده الجنين الخارج ويطلع من الفاجينا. وادي طبعا الامبليكال كورد الحبل السري اللي هينقل اصلا المغذيات من ناحيه البلاسينتا الى الجنين. يعني بص عندنا هنا الامبليكال كورد ده عباره عن ايه؟ حبل طوله حوالي 70 سم. طب ليه 70 مش كتير؟ ده يا باشا عشان يدي فريدم، يدي حريه للحركه بتاعه الجنين. فخلي بالك الجنين عايز يتحرك كويس، عشان كده لازم يكون الحبل طويل. لو كان الجنين حضرتك لقيت ان الطول بتاعه او ان سوري الحبل الطول بتاعه ما هواش طويل قوي، كان هيعمل مشكله طبعا عندنا للجنين زي ما انت عارف، وكان هيبقى مأيده في الحركه. الجنين عايز يتحرك، وبالتالي الحبل السري طويل. الامبليكال كورد من جوه بيبقى مليان بلاد كابيلاريز عشان يحصل تبادل ما بين المواد الغذائيه والغازات ما بين الامبريو والبلاسينتا. طب الطول بتاع الامبليكال كورد ايه؟ قلت له والله او الوظائف بتاعه الامبليكال كورد ايه؟ هو اللي بينفذ دور البلاسينتا. هو بينقل من عند البلاسينتا كل الحاجات اللي زي دي ويوديها لحد الامبريو لحد الجنين، وفي نفس الوقت هتلاقي ان هو بينقل برضه بعض الويستس من عند الجنين يوديها للام وهي تتصرف. يعني اليوريا والكربون دايوكسيد هيتاخدوا من الجنين يروحوا للبلاسينتا. ليه كده؟ قال لي عشان الام على الاقل هي تعرف تخلص منهم. اذا كان عندها كربون دايوكسيد هيطلع من اللنج، اذا كان عندها يوريا هتطلعه عن طريق الكدنز عادي، لكن هو غلبان هيعرف يعمل ايه؟ قال لي مش عارف يخرجهم طبعا. هنروح دلوقتي بقى على الستيجز، المراحل بتاعه التسع شهور. اول مرحله يا جماعه عندنا الفيرست ستيج، ودي طبعا بتتضمن اول 3 شهور، الاول والثاني والثالث. ويا جماعه عندنا في الشهور دي او في المرحله دي هنجد ان النيرفس سيستم بيبدا يتكون. فالنيرفس سيستم بيبدا يتكون، لكن خلي بالك
لسه ما انتهاش تكوينه، بينتهي تكوينه في الثيرد ستيج. نفس الكلام الهارت بيبدا تكوينه في الفيرست ستيج، لكن بيكتمل التكوين بتاعه في السكند ستيج. فخلي بالك كل واحد هنا ليه ميعاد للبدايه وميعاد ليه انه ينتهي فيه. كمان هنا الهاند والاي بقوا ظاهرين، برضو ما اكتملش وجودهم لكن بداوا يبقوا ظاهرين. عندك كمان من اهم الحاجات هنا واللي تسال عليها كتير تو سكسز، يعني هيبدا هنا يتكون التستس او الاوفرز. حضرتك لو كان الجنين ميل كان واخد كروموسومز اكس واي، هنلاقي ان هو بيبدا يكون التستس، وده بعد 6 ويكس، بعد 6 اسابيع اللي هو شهر ونص او في الشهر الثاني نقدر هنا انه يبدا يكون التستس. بس طبعا ده مش كل حاجه، هو هيبدا يكونها لكنها تكتمل قدام. اما لو اوفرز هتلاقي ان هي في الاسبوع ال 12 هتبدا تتكون، فالاوفرز محتاجين برضو 3 مانثس. ده غير كمان ان بعض الاستيمولاي استابليشد. في المرحله الثانيه بقى تعال نشوف شويه احداث مهمه. المرحله الثانيه فيها الشهر الرابع لحد السادس، رابع خامس سادس. قلت لك من شويه ان الهارت هيبدا يكتمل، اما البرين والنيرفس سيستم بيكتمل في الثيرد ستيج. وهنا الدقات هنبدا نسمعها، يعني تلاقي الدكتور بيسمع الام طبعا وقت الكشف بالسونار وهكذا يسمعها الدقات، تبقى مبسوطه جدا. هيبدا يحصل اوسيفيكيشن اللي هو ايه بقى؟ البون فورميشن. هيبدا يتكون العظام، وطبعا ساعتها دي مرحله مهمه جدا جدا بالنسبه للجنين، لان طبعا العظم ده شيء اساسي ومهم، وعشان يكون العظم محتاج كالسيوم. عارف بيسحب الكالسيوم منين؟ من الدم بتاع الام. عشان كده لازم في الوقت ده يا جماعه تكون الام بتتغذى كويس جدا، وبتحصل طبعا على مواد غذائيه كتيره فيها كالسيوم، عشان الكالسيوم ده هيكون في غايه الاهميه بالنسبه لها. ولو حصل ان الام ما بتاخدش ادويه فيها كالسيوم او ما بتاخدش اطعمه فيها كالسيوم، هيبدا الباراثرمون يعلى عندها، يطلع لها كالسيوم من العظم يزوده في الدم عشان يتسحب يروح على الجنين، فيجي لها اوستيوبوروز. ما تنساش الكلام ده. يبقى يا جماعه هنا الاوسيفيكيشن ده معناه تكوين العظم هيبدا يحصل. سيلز اورجان كومبليتد، يعني من شويه قلت لك في الفيرست ستيج بعض السيلز اورجانز هتبدا تتكون لكنها مش هتكمل. النمو بتاع الجنين هيتزايد جدا في الفتره دي، لكن في الفتره الثالثه داخلين عليها في الثيرد ستيج النمو هيبدا يقل. يعني في الثيرد ستيج اللي هم الشهور السابع والثامن والتاسع هنكمل البرين، خلاص بقى الواد طالع. مش البرين بس، ده كمان معظم الانترنال اورجانز بتكتمل بما فيهم اللانكس، علشان بعد كده بعد الولاده يقدر يعتمد على نفسه ويتنفس وهكذا. وما تنساش هنا ان الجروس سلو داون بيبقى قليل جدا او بطيء جدا. الاحداث اللي جايه دي بقى احداث متوقعه وسهله ومعروفه. يعني ساعه التشايلد بيرث لازم البلاسينتا تتفكك. طيب لو البلاسينتا اتفككت البروجستيرون تركيزه هيقل، وساعتها الارتباط اللي ما بين الاندومتريوم بتاعت الام واليوترس هيبقى لوز، هيبقى مفكك، وهيبدا بقى يحصل الليبر الطلق. فاكر بمساعده هرمون مين؟ الاوكسيتوسين، عشان يزق الجنين لبره. ما هو بيحصل سيريس كونتراكشن اوف يوترن ماسل طبعا للعضلات بتاعه الرحم. ستيميوليتد باي مين يا عم؟ قال لي والله باي اوكسيتوسين. يبقى هنا بيتم تحفيزها بالاوكسيتوسين. عموما الجنين هيخرج يبدا يطلع طبعا صرخه مميزه جدا، الديستنكت كراي، اللي بيشغل فيها الريسبيراتوري سيستم. وحضرتك كده خلاص البلاسينتا بدات تسقط بره، وهيقطعوا بقى الحبل السري بتاع الجنين علشان خلاص يبدا ينتقل بقى للبن الام يغذيه. طبعا ما تنساش ان لبن الام عشان يخرج محتاج هرمونين، برولاكتين يكون اللبن واوكسيتوسين يعمل على اندفاع اللبن. هنتكلم دلوقتي بقى عن التوينز، عن التوائم، وركز عشان نفتكر انواع التوائم وطبعا بيجوا منين لان اسئلتهم كتير. اول حاجه يا جماعه هو مفروض ان الطبيعي ان كل سنجل بيرث تولد طفل واحد، الا ان في بعض الحالات بيكون في مالتيبل بيرث، تعدد مواليد. اشهر حالات تعدد المواليد هي التوينز، التوائم الثنائيه. هل ممكن اكتر؟ ممكن، اكيد انت شفت في حياتك 3 وربما اكتر، واقصى حاله مسجله هو ولاده 6 توائم زي ما انت شايف كده. اذا بقى انت سمعت عن حالات اكتر من كده ملناش دعوه، منهجنا بيقول لنا ان اقصى حاله توائم هي 6 بيبس في نفس الوقت. عموما احنا اشهر حاله عندنا من المالتيبل بيرث هيكون التوينز، اكتر من كده حالات رير.
المعدل العالمي مش في مصر، يعني المعدل العالمي ان كل 87 ولاده فيهم واحد توين، يعني هنا النسبه 1 توين ل 86 بيرث، ل 86 بيرث ويز 1 بيبي زي ما انت شايف. عندنا يا جماعه نوعين من التوائم، في فراترنال دول توائم متاخيه، يعني انت شايف ولد وبنت او ولدين بس مش شبه بعض، توأم. اما الايدنتيكال فدول شبه بعض تماما، يعني هتلاقي ان عندك ولدين انت شايفهم جيرانك او دفعتك ما تعرفهمش من بعض، شبه بعض بالظبط، او بنتين برضو جيرانك او معاكي في المدرسه شبه بعض بالظبط. لحد دلوقتي برغم السنين دي كلها ما بعرفش اميزهم من بعض. ليه؟ عشان دول ايدنتيكال. طب الفراترنال جم منين؟ قلت له والله الفراترنال بيجوا من تكوين تو اوفا، بويضتين، وجالهم تو سبيرمز، وبقى معايا تو زايجوت، وعشان كده سمينا النوع ده داي زايجوت، اتكونت 2 زايجوت، وكل واحد فيهم each of them grows، كل واحد فيهم هينمو بشكل مستقل، كل واحد فيهم هيكون عنده امبريو ساك خاص بيه، كل واحد فيهم عنده بلاسينتا خاص بيه، وحضرتك هيبقوا مختلفين وراثيا، هم مش زي بعض، وبرضه هتلاقي ان هم differ in sex، يعني بيختلفوا في الجنس. هتلاقي ممكن طبعا يعني ولد وبنت، وممكن ولدين، وممكن بنتين، بس مش شبه بعض. دول يا جماعه يعتبروا اخوات بس كل ما فيها بنفس العمر، زيك انت واخوك كده الاكبر او الاصغر منك، بس يعني ايه دول بقى عمرهم واحد. اما يا جماعه بالنسبه للايدنتيكال، قلت له القصه هنا كلها ان الام طلعت بويضه واحده، وبعدين قال لي جالها سبيرم واحد، وبعدين كونا زيجوت واحد، 1 زيجوت، ولكن اثناء الكليفج بتاعه، يعني ايه كليفج؟ قال لي يعني اثناء الانقسام تكون كتلتين، عملوا كتلتين جنينيتين، وبعد كده انفصلوا. يعني هنا بنقول ان 1 اوفم fertilized by 1 sperm، وحضرتك دلوقتي ساعة الكليفج او ساعة الانفصال كونوا عندنا 2 masses of cells، يعني تكون 2 زيجوت. طب ساعتها خلي بالك ان هتلاقي عندهم 1 بلاسينتا. نخلي بالنا يا جماعه ان البلاسينتا دي مهمه جدا جدا في الاسئله، دايما في اسئله الصور تروح تبص على البلاسينتا، لقيت بلاسينتا واحده يبقى ده ايدنتيكال توين، توأم متماثل. اما لو لقيت 2 بلاسينتا فده معناه ان هم فراترنال توين، توأم غير متماثل او متاخي. حضرتك طبعا طالما توأم متماثل يبقى نفس السكس، هتلاقي ان عندهم نفس الجيناتيك ماتيريال بالظبط. يبقى نخلي بالنا في الفروقات ما بين نوعين التوائم، وهنا معظم الاسئله بتيجي على هيئه صور، عشان كده خلي بالك من دايما البلاسينتا. هنا بلاسينتا واحده يبقى مونوزايجوتك، هنا دي بلاسينتا ودي بلاسينتا يبقى دايزايجوتك، فنخلي بالنا من اسئله الصور وعدد البلاسينتا دايما. في نوع من التوائم هنا اسمه السيامس توينز، التوأم الملتصق، وده يا جماعه بيكون تبع طبعا المونوزايجوتك. ده بقى اثناء الكليفج ما اتفصلوش الاثنين سيباريتلي من الماسز، لا ده فضلوا متصلين مع بعض في جزء معين، وبالتالي ظهر عندي السيامس توين زي ما انت شايف. وخلي بالك ممكن يحصل لهم سيباريشن سيرجيكال، يعني ممكن ان احنا نفصلهم جراحيا. السيامس توينز دايما هتلاقي ان هم مونوزايجوتك. ركز معايا بقى دلوقتي في الجزء بتاع الكونتراسبتيف ميثودز ووسائل منع الحمل. اول حاجه عندنا هي البيلز او حبوب منع الحمل، ودي يا جماعه بيكونوا عباره عن حاجتين، استروجين مع بروجستيرون، والاثنين هيشتغلوا مع بعض علشان يعملوا انهابت للاوفيوليشن. طول ما البيتيوتري جلاند بتلاقي استروجين وبروجستيرون فانت عارف هيتطبق النيجاتيف فيدباك، وهتبطل افراز ال اتش واف اس اتش، وده اللي احنا بنلعب عليه. فمع وجود الهرمونين دول مع اقراص منع الحمل هنوقف الاوفيوليشن، لان ببساطه ما فيش لا ال اتش ولا اف اس اتش. طيب هي حبوب منع الحمل هتستخدم لمده قد ايه؟ قلت له لمده 21 يوم. تاخدها امتى؟ اللي بتاخدها من اللحظه اللي بيتوقف فيها البليدنج، اللي بيتوقف فيها النزيف. اما بالنسبه للكويل بعد كده، فالكويل خلي بالك ده عباره عن ميتاليك ستراكشر، بياخد شكل حرف اللي هو زي ما انت شايف، انزرتد جوه الكافيتي، بيدخل جوه الكافيتي او جوه التجويف زي ما انت شايف بتاع اليوترس. هدفه هنا انه بيبريفنت الامبلانتنج اوف فيرتلايزد اوفم، يعني البويضه اللي هنا دي مش هتقدر تدخل جوه. ليه كده؟ قال لي والله بسبب وجود الكويل. فوجود الكويل يا جماعه بيمنع من مرور او عبور البويضات
الى داخل اليوترس وانها يحصل لها امبلانتيشن جوه. يبقى يا جماعه هنا في الكويل خلي بالك، الكويل حجمه صغير لدرجه انه بيسمح بمرور السبرمز. هي السبرمز بتعدي واحيانا بتصل للبويضات عادي ويتكون الزيجوت ويقعد يتقسم، بس في النهايه كانت امبلانتد. يبقى هنا الفكره انه بيمنع عمليه الامبلانتيشن. ثالث وسيله عندنا الكوندوم، وهو الواقي الذكري، وده خلي بالك بيمنع من وصول السبيرمز للفاجينا. يعني الكوندوم تلاقي ان هو بيستخدم بالميل، بيتم ارتداؤه على الفينس عشان لما السيمن يخرج ما يقدرش ينزل جوه الفيميل جينيتال سيستم، وبالتالي كده هنمنع حدوث الفيرتلايزيشن. رقم 4 بعد كده هو السيرجيكال ستيرلايزيشن، وده التعقيم الجراحي. وهنا مقصود ايه بقى؟ لا هنا في سيرجري، في عمليه، والموضوع ده ممكن يحصل عند الميل وممكن يحصل عند الفيميل. خلي بالك لو حصل عند الفيميل فبنقطع او نربط الفالوبيان تيوب. وخلي بالك بالنسبه لنا ده يا جماعه مره واثنين يعتبر بيرمننت ميثود، واللي بيعملها دايما الفيميل which may be subjected to great danger if she is pregnant. يعني ممكن تبقى عندها خطوره كبيره جدا على حياتها لو بقت حامل. فالافضل ان احنا بنعمل لها السيرجيكال ستيرلايزيشن عشان نمنع السبيرمز من ان هي تقدر تصل الى الاوفا. بالنسبه للرجاله قال لي والله احنا ممكن نعمل برضو قطع للفاس ديفرنس او نربط او نقطع، وساعتها السبيرمز اصلا هي بتتكون بس كانت جيت اوت ذا مين جينيتال سيستم، لان هي انت بتروح تقطع الفاس ديفرنس هي هتتكون في التستس وتفضل موجوده في الابيديدمس، لكنها مش هتعرف تروح للإيريثرا ابدا. عندنا بقى طريقه دلوقتي للعلاج بتاع العقم، وهنا بيتكلم معاك عن تيست تيوب بيبيز. القصه كلها ان ممكن يكون في مشكله في نقص اعداد السبيرمز، فالسبيرمز مش بتطلع كويس، فطبعا ده او ما بتطلعش باعداد كويسه، فده طبعا يسبب الانفيرتيليتي. طب هنعمل ايه؟ قال لي والله بنروح نعزل بويضه من الوايفز اوفري، والراجل هناخد منه عينه، وبعدين قال لي والله هنبدا ان احنا نخلط بقى الاوفم مع السبيرمز الاثنين مع بعض، يتم وضعهم سويا جوه تيست تيوب ويحصل الاوفم فيرتلايزيشن خارجيا. يعني هنا الفيرتلايزيشن هيحصل اكسترنال. طب اتكون زيجوت؟ قلت له اه. قال لي الزيجوت ده بقى لما يوصل لمرحله الموريلا يرجع تاني امبلانتد ان يوترس، يتم زرعه مره تانيه جوه اليوترس. يعني يا شباب بنقول دلوقتي ان الماتشير اوفم بتتعزل من الوايف اوفري، وبعدين قال لي والله هيبدا يحصل فيرتلايزيشن اكسترنالي بالهاسباند سيمن، بالسائل المنوي بتاع الهاسباند. ويا جماعه هنفضل مكملين لحد ما نوصل لمرحله البلاستوسيست. خلي بالك عشان دي اتعدلت برضو، بلاش موريولا خليها بلاستوسيست، دي تعديل 2025 انها بلاستوسيست. وبالتالي يا شباب البلاستوسيست زي ما انت شايف هتلاقي ان هي هيحصل لها امبلانتيشن جوه اليوترس وتفضل بقى تكمل عادي internal embryonic development. يبقى التست تيوب بيبيز حاله غريبه فيها external fertilization لكن عندك internal embryonic development، تكوين جنيني خارجي داخلي اسف. بعد كده هنشوف موضوع الكلونينج، وخلي بالك عشان الكلونينج ده كان بيلخبط ناس كتير. ايه قصه الكلونينج؟ وخلينا نتابعها هنا مع رسم. احنا يا جماعه حاليا عندنا جنين، الجنين ده خدنا منه سيل، طبعا خلاياها 2 ان، بس خلايا الجنين عندها قدره كبيره جدا على الديفرنشيشن، عندها قدره كبيره على ان هي طبعا تعمل ديفرنشيشن زي الستيم سيلز عندنا كده. هناخد النيوكليوس بتاعتها خليها دلوقتي على جنب، هنروح لضفدعه بعد اذنك يا ضفدعه، هناخد منك بويضه، والبويضه هندمر لها النيوكليوس بتاعتها بالراديشن مثلا، ويصبح معايا خليه اوفم اي نيوكليتد. هتعمل ايه دلوقتي؟ قال لي شايف البويضه، شايف النيوكليوس دي والبويضه اللي ما عندهاش نيوكليوس، هنحطهم مع بعض وبعد كده هنسيبها تكبر. بص تلاقي ان هي ادتك ضفدعه جديده. حضرتك هتبقى شبه مين؟ هي دي القصه كلها، هتبقى شبه مصدر النيوكليوس. يعني هي مش هتبقى شبه الضفدعه دي في حاجه، لان طبعا الضفدعه دي ما خدناش منها غير الاوفم فاضيه. كل الضفدع الجديد ده
خدوا من الضفدعه دي ربما يكون الميتوكوندريا. ليه؟ عشان الميتوكوندريا ما تنساش انها هتبقى في البويضه، انا بس دمرت النيوكليوس. فيا جماعه دي فكره النيوكليشن علشان تبقى الناس واصله لها بمنتهى البساطه كده. اخيرا بقى بيتكلم معاك عن حاجه اسمها الجاميت بانكس. وهنا يا جماعه بعض الناس بقوا عندهم رغبه في الاحتفاظ بالجاميتس بتاعتهم في بنوك معينه بتتحفظ، سواء بقى كانت اوفا او سبيرمز لفترات طويله جدا بتقعد عشرات السنين، لدرجه ان في ناس ممكن تخلف بعد ما تموت. ده ازاي؟ كان في تجميد لبويضات، كان في تجميد لسبيرمز، وبعد ما الراجل مات مراته بقى تروح تجيب السبيرمز وتعمل عمليات اللي هو التست تيوب بيبيز والفيرتلايزيشن الاكسترنال، وبعد كده انترنال بيرنج ديفلوبمنت. فده احتمال. بس بصراحه الموضوع في البدايه كان معمول اصلا للاندنجرد والرير سبيشيز بتاعت الانيمال، يعني الحيوانات النادره والحيوانات التي على وشك الانقراض. كنا خايفين ينقرضوا، فكنا بنجيب السبيرمز والاوفا بتاعتهم ونحتفظ بيها. طب بيتم الاحتفاظ فين؟ قال لي والله في درجات حراره منخفضه جدا تصل الى نيجاتيف 120 لفترات طويله توصل يجي 20 سنه. الجاميتس دي تستخدم في الارتفيشال فيرتلايزيشن، قلت لك ما هو طبعا لازم يحصل خارجيا، ونقدر ننتج اي حيوانات تانية وقت ما نحب. بعد كده تبع الجاميت بانكس برضو نقدر ان احنا نتحكم في السكس اوف نيو بورنز، والكلام ده كان بيتم في الفارم انيمالز. القصه كلها ان احنا عندنا نوعين من السبيرمز، ما انت عارف، يا اكس يا واي. اما البويضات فما عندهاش غير نوع واحد. لو انا قدرت احصل على السبيرمز اكس وافصله عن السبيرم واي، اقدر ساعتها اوجه الفيرتلايزيشن زي ما انا عايز. فكانوا بياخدوا العينات بتاعت السيمن يفصلوها يا اما بالسنترفيوجيشن يا اما بالالكتريك فيلد، ليميتد الكتريك فيلد. افصل اكس عن واي، شوف بقى انت عايز ايه. عايز ميل، ربما يعني تكون عايز ميت، خلاص هتستخدم السبيرم واي. كده كده الاوفم اكس وحضرتك السبيرم واي، فهيدينا في النهايه اكس واي. وربما يا باشا هتلاقي ان احنا عايزين فيميل، سبيرم اكس مع اوفم اكس يدينا اكس اكس. ربما تكون محتاج الكلام ده للميلك برودكشن او للريبرودكشن، التكاثر، محتاج تكون لبن، وربما تكون محتاج برضو التكاثر. ده كده هنا بالنسبه لازاي تقدر تتحكم في السكس اوف نيو بورن. اتمنى نكون استفدنا من المراجعه. الدرس الخامس درس سهل، عشان كده راجعناه بسرعه شويه، لانه درس احداثه سهله ومتوقعه، وبالتالي محتاج منك بس انك تحل عليه كتير علشان يثبت في دماغك، وعلشان الافكار تبقى ملمومه كلها. وكمان محتاج ان احنا نتفرج او نحضر حصه بايتريكس علشان نشوف بقى المعلومات اللي ما بين السطور والتفاصيل الصغيره. اتمنى نكون استفدنا، واشوفكم ان شاء الله في الحصه اللي جايه من حصص ال2 اكس او حصه بايتريكس في السنتر. مع السلامه.